اتفرجت على الماتش. اعتقد اتفرجت على الماتش. انا قول. اتفرجت على الماتش بانهي حته؟ يعني اتفرجت على الماتش كده كواحد عايز يتفرج على الكوره ولا نادر الزملكاوي؟ بص هقول لك على حاجه، انا اتفرجت على الماتش امبارح قاعد على القهوه عادي خالص مع اصحابي. طبعا القهوه كلها اهلاويه، انا قاعد الشخص اللي قاعد اللي هو مستني جون ميسي، عارف انت ايوه مستني جون ميسي وبتاع مش عارف انا ايه، هزر مع صحابي. اللي لعبها الفاول اللي من بعيد دوت، انا قلت جون ولا وزعلت بقى وعمال عامل كده هوت في البيت. ايوه اللي وبتاع. جت كان بعد كده لقيت ايوه إن هو لا، الجمهور في مفيش حد الاستاد، انبسط. الجمهور في الاستاد هيص انا لا هي حسيت ان هي جون. جون بعد كده لا ما جاتش. لا هي جون ميسي يعني الطبيعيه جدا اللي هي لازم بالظبط تيجي اصلا يعني. بالظبط. لا هو انا كنت قاعد انا قاعد قبل الماتش، انا كنت متوقع بصراحه ان انتر ميامي يكسب، بس كنت متوقع ان الاهلي هيعمل ماتش مش وحش. تمام. انت عارف المشكله الفكره في ايه اصلا؟ مم. احنا مبدئيا هنتكلم على فكره ايه. اول الماتش الاهلي استفاد من حاجه مرعبه جدا، اللي هي احنا دلوقتي بالنسبه لهم خصم ما يعرفوش حاجه عنه، ولا مدرب ولا لعيبه ولا اي حاجه. يعني حتى لو كان كولر اللي موجود مثلا كان هيبقى عندهم يعني يستشفوا كده محللين الاداء الراجل ده شغال ازاي، يعني هيعرف شويه يجيب اللقطه. فاهمك حتى لو بلعيبه مختلفه بس هيبقى فاهم ايه الكونسبت العام فاهمك يعني. جدا. انا بالنسبه لي لكن الماتش احنا فاجئناهم امبارح بالذات في الشوط الاولاني ان هو احنا نفسنا متفاجئين، احنا مش عارفين ان احنا ايه اللي هيحصل. ما هو دي النقطه بقى، هي انا بالنسبه لي ثلاث حاجات. الثلاث حاجات ايه هم؟ هو بالنسبه لي الاهلي اولا الاداء اللي عمله ده هو ده شغل مدرب الفتره اللي فاتت دي كلها. المدرب ريفيرو مدرب جامد جدا، انا قلت الكلام ده قبل كده، مدرب كويس جدا. هل هينجح على المدى الطويل مع الاهلي دي حاجه تانية، لكن باين قوي شغله، باين قوي محفظ اللعيبه، باين قوي ان هو عارف هو بيعمل ايه على ال90 دقيقه على فكره. أيوة على أيوة. مدار ال90 دقيقه. تمام. النقطه الثانيه ان زي ما مع انت انه قلت المفروض ما يلحقش على فكره. ما هو المفروض ما يلحقش، بس هو واضح ان الاهلي كان مكلمه من فتره حتى لما كان مع اورلاندو، فهو جاهز وجاي عارف هيعمل ايه. صح. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. تمام. النقطه الثانيه بالنسبه اللي انت قلت عليه ان انتر ميامي اولا هو في الدوري الامريكي شغال على فكره. تمام. هو سيء في الدوري الامريكي. تمام. وفي كاس العالم للانديه ما هو كده لا اي بالظبط، انا هجيلك العالم بالظبط. الفريق نفسه سيء. الناس هو ميسي ميسي الهايب وسواريز وبوسكيت، بس هو ميسي الهايب. سواريز بالنسبه لي زي ما انا قلت لك قبل ما نصور، هو بالنسبه لي خالك اللي بيروح يلعب معاك، اللي عنده 45 سنه بيروح يلعب معاك مع اصحابك وانتوا في ثانوي. أيوة حجز أيوة. كوره اللي هو لا ما جاش. هي الكوره اللي لعبها على الواقف لما طلعها وسام ابو علي من على خط الجول. ودي حاجات يعني لو هو عنده 80 سنه هو على هيحطها. بالظبط كده، هي دي النقطه، الواقف. هي دي مهاره. فاهم قصدي؟ انا بالنسبه لي ان ميسي بدايه الماتش، ما هو ميسي انا هتكلم عن الفرقه كلها ضايعه. طبعا جدا. تمام. هو ميسي وده اللي مضايقنا، يعني ما ده هي اللي دي مضايقني. اللي- انا واحد اهلاوي انا متضايق جدا ما لان هو في بالظبط الفرقه ملط. الفرقه بعيده جدا. انا بالنسبه لي ميسي في الشوط الاول حسسني ان هو انا ايه اللي بعمله؟ انا المفروض دلوقتي ابقى على اليخت بتاعي في المحيط، انا المفروض ان انا ابقى اجازه على فكره. ودي خلي بالك دي هنشوفها في لعيبه كتير عالميه، ان الفتره دي هو البطوله مش على هواهم. بس خلينا برضو متفقين على حاجه. الناس ديت بقى لها فتره، الفيفا مهبله بقى لها فتره في البطولات معاك. الناس دي ما بتاخدش اجازات بقى لها كتير. ما بالظبط، يعني في بطولات انت عمال بتلحم بطولات، ما هي دي من ضمن الحاجات. اوروبيه مش الشامبيونز عارف ليج أي ماتشاتها حاجة، زادت أي علشان نفس ما هي دي من ضمن الحاجات ان لا هو انا مش بتكلم على الشامبيونز ليج، انا بتكلم على ان هو عمال بيضيف بطولات زياده، مش بس اليوروبا ليج ولا مش عارف الحاجات التانية. فاهمك. لا هو ضاف مثلا اللي هي بتاعت الدوري الامم نيشن ليج الامم الاوروبي دي ولا مش فاكر اسمها ايه. نيشن ليج. تمام. ما دي بطوله ما كانتش موجوده فزادت بص وزادت وهي بطوله مش صغيره. لا بس هي ما كانتش موجوده. هي النيشن ليج مش عايزين نخرج بره، بس هي حاجه معينه. هم لغوا الماتشات الوديه في اوروبا. ماشي تمام. وخلوا الماتشات الوديه دي هي الماتشات بتاعت النيشن ليج بس بترتيب بس الماتشات بس الوديه بطريقه كانت مختلفه. بمزاجك بالظبط كده. هي انت دلوقتي مجبر. النقطه اللي انا بكلمك فيها ان اللعيبه، يعني انا بالنسبه لي مثلا ده اللي هنشوفه في باقي اللعيبه في الماتشات اللي جايه. يعني انا لو معايا احصائيه دلوقتي تمام، وصدقني انا فعلا كنت بحاول ادور على الموضوع ده. لعبوا كام ماتش لا مش وارتاحوا كام بس ماتش كده، انك هتشوف السنه دي بالذات كانت بدايتها اللعيبه بتتصاب كتير قوي في بدايه الماتشات. بالظبط.
وده كان غريب جدا بالنسبه لي في اوروبا. انا ان بالنسبه انا لي الاقي الموضوع في ده الماتش حصل. الثاني او الثالث في الدوري ولا في اي حاجه ان اللعيبه بتتصاب عضليا. ايه ده؟ ازاي ده بقى؟ انا بالنسبه لي التركايه دي حصلت في حته ان المواعيد البطولات ومواعيد الراحه دي. التركايه دي بدات مع كاس العالم قطر 2022. ماشي. انا ده بالنسبه لي ان هو كان في سيستم معين ماشيين عليه، بس غيروا علشان توقيت الحر والجو والكلام ده، فخلوه في وقت تاني. الحاجات دي وبعد كده زودوا البطولات علشان الفلوس، بس احنا مش عايزين نخرج في يعني ماشي بعيد ماشي، عن تعال الحتة دي. نرجع تعال نرجع. انا بالنسبه لي ميسي زي ما قلت لك الشوط الاول لا كان بعيد هو مش بعيد، هو مش عايز يلعب. يعني هو شوف هو لما قرر يلعب لبس وبرضه كان مقفول عليه. ما هو لا مش مقفول عليه هو بالزبط. هو لا لا هو اديني الكوره وانا هعرف اتعامل بالظبط كده. بس هو احنا كنا مش رايق، قاطع ميه ونور عن ان توصل له الكوره اصلا من قبلها. الاهلي يعني مذاكر الفرق اللي تقول على الموضوع ده. الاهلي ما داخل مذاكر جدا 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 صح. حافظ جدا جدا جدا. انتر ميامي ما عملوش اي حاجه، بس حافظ هيعمل ايه في الدفاع، هقطع الكوره ازاي. ده اللي انا هقوله لك بقى في اللي جاي. ويجي هنا برضه حته مروان عطيه هو من احسن ماتشاته مع الاهلي. وتحس ان هو قاعد مذاكر ميسي هيحاول يتحرك ازاي. طبعا هو ملوش كتالوج بس يعني تحس ان هو قاعد طول الوقت اللي فات ده كله هو عمل فاتح حاجات لميسي وقاعد قدامها. دي حقيقه. هي النقطه بقى اللي بكلمك فيها ان المدرب عمل الشغل اللي عليه. لعيبه الاهلي في الشق الهجومي والشق اللي قدام ملط. مش حكايه ملط، انا ضد حته ملط. هو النقطه كلها ان هم ما كانوش مصدقين نفسهم لدرجه ان احنا ممكن نكسب ونكسب سكور. هم اتفاجئوا اولا. انا قلتها هم مش مصدقين نفسهم ان بيلعبوا ماتش زي ده. مش مصدقين نفسهم ان هم عاملين بيلعبوا كده قدامهم ميسي في الملعب. مش مصدقين نفسهم ان هم ممكن يكسبوا 1 و2 و3. لا اقول لك على حاجه كمان برضو فاجئتهم. الاستاد فجاه قلب استاد القاهره. ما هي بص انا اقول لك على حاجه كانت مفاجاه غريبه جدا. انا بالنسبه لي ما كانتش مفاجاه. انا مقتنع انا متوقع تماما ان لو اي فريق مصري راح بطوله لو في اي حته في العالم احنا منتشرين في كل حته بالظبط كده. بس مش لدرجه ان احنا نبقى بنزوم على انتر ميامي في ملعبه. هي دي ما بص اللي انا عايز اوصله بقى. ما هو ده اللي انا عايز اوصله في حاجه تانية. بس اللي هو الكره مش الرياضه مش او الكره مش بالعافيه في كل حته في العالم. ماشي. الكره مش بتاعت امريكا. الامريكان نفسهم ما بيحبوش الكوره. معاك جدا. مش رقم واحد. يعني اقول لك على حاجه. كاس العالم للانديه وبطوله عالميه وموجوده على ارضهم. الدوري شغال. في ماتشات النهارده مش عارف ايه الكلام ده كله. انتر ميامي نزل الماتشات 3 ماتشات بتوع المجاميع وعندهم ماتش في الدوري. انت متخيل؟ يعني انت فاهم النقطه. يعني ماتش الاهلي ماتش بالميراس ماتش بورتو وفي كمان ماتش في الدوري. يعني هم مش بقى اللي هو ايه لا نبعد علشان في كاس عالم ممكن يتأهلوا. لا فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. اللي هو لا هم مش مهتمين نفس الاهتمام بتاعنا. مش اللعبه الاولانيه زي عندنا بالظبط كده. دي نقطه. النقطه اللي انا بالنسبه لي مفاجاه هو اداء الاهلي. واللي عصبني بقى انا بقول لك انا قاعد انا مبسوط ان انا عايز الاهلي يخسر. تمام طبيعي مش هطلع منافق. بس انا وصلت لمرحله ان انا اتعصبت من طريقه ضياع الكور. فكره ان مرعبه. كره حمدي فتحي كره امام. على فكره نيجي لكره امام. انا كره امام دي بالنسبه لي دي غلطه ريفيرو. امام عاشور وقع وهو عمل لك كده. ايوه تمام. نزل تاني ليه؟ لا وفي المره الاولانيه شاور ان هو هيتغير. هو حس بيها. هي باينه خلاص. وهو عمل لك كده. هو عارف تمام. لان حصلت له قبل كده. ممكن تقريبا الكتف التاني بس حصلت له قبل كده. عمل كده. نزل تاني ليه؟ هو نزل تاني سبحان الله ربنا حطه في موقف ان هو انفراد. الانفراد ده على فكره هو ما مضيعه علشان مش قادر كتفه مش قادر تشريحيا مش قادر ياخد الوضع السليم ان هو يشوط الكوره. الكوره دي لو جات لامام عاشور 100 مره هيجيبها 98 مره. لو جات له قبلها ب5 دقايق عادي هيجيبها. لو هو وبيجيبها كتير مع الاهلي في الدوري نفس الكوره دي. وتريزيجيه لعبها له بالسنتي فاهم قصدي؟ كره وسام. انا بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. في كان اللي جابها اصعب. اللي جابها وكانت لا ده اللي جابها. لا ما هو بقى اللي كان بيقع وكان بيقع. فاهم قصدي؟ هي النقطه في حاجه اللي انا بكلمك فيه ان اللعيبه وصلوا كانوا هم تكتيكيا صح جدا. بييجوا قدام الجون
هو في حاجه غلط، تحس ان هم اللي هو ايه، بيتربكوا بيقلقوا، مش مصدقين نفسهم. دي مشكله على فكره، دي مشكلتنا الازليه. بس ده احنا كمصر هي دي بالظبط، مش بنتكلم مش كاهلي اهلي. وزمالك. لا لا لا، مش اهلي ده مش كده أهلي خالص. والاهلي عندهم خبرات، يعني المفروض ان هم عدوا بالمواقف كتير وبيعدوا بيها هيها بنفس الطريقه، وبيغلطوا نفس الغلطات ما هو ده بنفس ما هو الطريقه. دي نفس الفكره، ده بقى خبرات يوصل برضه، بقول لك خبرات. ما دي بقى نفس الفكره. ان انت دلوقتي وصلت للمرحله دي، انت ازاي تعدي الحته دي؟ انا بقى اللي ما انا بقى بنعديهاش. لا، اللي انا بلوم عليه بقى، فعلا هو تريزيجيه. ودي اللقطه تمام اللي المفروض الاهلاويه يحطوا سبوت عليها جامد جدا. هما لقطتين في الماتش. اول لقطه ضربه الجزاء وخناقه، هي مش وصلت لخناق، بس اللي هو كلام تحس ان هو كلام بصوت عالي، يعني فاهم الفكره، بين وسام، زيزو، تريزيجيه. تمام. التلاتة هم اللي عايزين يجيبوا الجون، عايز انا اللي اجيب الجون، انا اللي ما لهمش علاقه بالترتيب، ما لهمش علاقه بان هو ايه زيزو ده جاب ضربه الجزاء. هسألك سؤال، هل احنا شفنا قبل كده على تريزيجيه بالذات، تريزيجيه ان هو بتاع اللقطه؟ انا ما قلتش لقطه، انا ما قلتش لقطه. لا اصل هو دلوقتي الهوجه اللي طالعه ان هو اللي كان عايز ياخد اللقطه. لا انا هو عمري ما شفت تريزيجيه بيحاول ياخد لقطه. لا انا متخيل ان هو حس ان هم مضغوطين اكتر منه، فاللي هو ايه، لا سيبوها لنا، انا هشيل. لا، ما انا بالنسبه لي دي من الحاجات التانية ريفيرو، ان فين هنا شخصيتك، عارف بالظبط زي ايه؟ فكرني على طول كهربا في ماتش السوبر المصري. لا بس هبان، انت فاهم الفكره، هبان في الماتش الجاي. ما هي مش حكايه هتبان ولا مش هتبان، انت ضيعت عليا ماتش زي ده هتدخلني تاريخ باشا، انت وده اتأهلت. و2 مليون دولار. انت سيبك من الفلوس كده كده موجوده وجايه وبتاع ومش عارف ايوه صح يا باشا صح. مش هنتكلم في الفلوس. احنا يعني مش هنتكلم هنتكلم في المراكز والتأهل والكوره. لا انت ماتش زي، على فكره انت الكوره دي لو كان الاهلي يكسب 3 طبعا تمام، هي ضربه الجزاء دي هي اللي وقعت الاهلي نفسيا جامد جدا وخرجت تريزيجيه بره الماتش. تمام، هو خرج عشان كده. ما هي النقطه بقى في ايه اللي انا بكلمك فيه، هو وقع منه، فقد تركيزه خلاص. لا وجات له تاني. هي النقطه بقى في هنا في ايه بقى، دي اللي انا بقول لك عليها. هو لو كان فوتها كانت هتدخل. هي اللي جاي وراه زيزو كان تقريبا وراه. معنا بص، هي سبحان الله. على فكره انا واحد صاحبي كان قاعد جنبي لما شاف الهوجه دي كلها، هو زملكاوي، بس هو لما شاف الهوجه دي كلها قال لي هتضيع، اي واحد منهم هتضيع. انا اول ما شفت تريزيجيه داخل انا رحت عامل كده هو وقلت قال لي لا بص، وهو داخل انت بقى بواحد بتتفرج على كوره بقالك فتره بتحس بدخله اللعيب. ما هو دي النقطه، ما هو معنى هو داخل انت عارف كويس قوي، انت مطمن لا دي داخله. بص في كوره، هو داخل متردد مش عارف رايح فين وجاي منين. عارف انت المواقف اللي هو ايه، في لعيب بيقع على الكوره، بياخد الكوره يروح يديها للي هيلعب الكوره. هو بيقع. ما انا بقول ما انا مش هنتكلم في يعني احنا زيزو فنيا، ايه رايك فيه؟ لا فنيا ده واحد من احسن لعيبه مصر. مش هناقد نفسي تمام. لكن دي النقطه الاولى في حته ان اللي هو ايه دي مشاكل هتظهر الفتره الجايه، ان انا اللي عايز اللي اجيب الجول. يا اما الكويس ان هي ظهرت دلوقتي عشان تلحق تلمها. لا بص، انا ضد. لا انت انا بالنسبه لي سؤال، لا تلمها في ايه؟ انت البطوله دي اهم بطوله للاهلي. هل الاهلي مثلا هيلمها عشان ياخد الدوري؟ ما هو بياخد الدوري. هل الاهلي هيلمها عشان ياخد افريقيا؟ على الماتش حسيت ان هو ايه ده، هو احنا هننزل الدوري نعمل ايه هناك؟ انت فاهم؟ لا ما هو يعني انت فاهم. هل الاهلي مثلا بيفكر الاهلي هياخد افريقيا؟ هياخد البطولات. هل انت مثلا تقول لي لا عشان تحصل دي؟ لا هي بالعكس، هو ده انت عامل كل ده عشان ده. ايوه صح. فان هي تيجي في ده لا. واللقطه الثانيه لقطه حسين الشحات الاخيره. يا الله، لا تعالى بقى في حسين الشحات دي، انا لسه كنت بوريك ايوه بالظبط الحاجات اللي هي قطع منه 5 كور في 10 دقايق. تريزيجيه ارقام يا جماعه. احنا بس مبدئيا عايزين نشكر كوره ستاتس علشان احنا معانا الاناليسيس بتاعه الماتش وكاس العالم للانديه كلها. فمن ضمن الحاجات الارقام اللي احنا طلعناها ان حسين الشحات اتقطع منه 5 مرات. قلنا 5 مرات في الفتره اللي لعبها. في الفتره، ما تقولش فتره اللي لعبها يعني في الوقت اللي لعب ده الوقت اللي هو جري فيه وهو واخد الكوره وطالع بيجري بيها. المفروض ان هو بيعمل كاونتر اتاك اكتر من الوقت اللي قعده. عايز اشكر كابتن حسين الشحات جدا. استنى بقى عشان احاول اجيب الرقم ده. ايوه، ما احنا قلنا 5 كور في الوقت اللي لعبه. وتريزيجيه
في الوقت اللي لعبه 6 كور. تريزيجيه اتقطعت منه الكوره 6 مرات او خسر الكوره 6 مرات. حسين الشحات 5 في وقت قليل، وانت فعلا المفروض راجل فعلا انت عديت بمواقف كتيره قوي جوه كاس العالم للانديه، اذا كان مع الاهلي ولا اذا كان مع العين ولا اذا كان مع قدام ريال مدريد. ده انت كنت هجيب جون في ريال مدريد اكتر من مره. لا ده مع العين عمل ماتش قدام ريال مدريد. فانت عندك خبرات مرعبه، ما تعملش الحاجه الغريبه اللي انت عمال بتعملها دي. لا انا بالنسبه لي تفسيري الوحيد، الاهلاويه بقى ممكن يقول لي انت عشان زملكاوي، انت عارف انا بتكلم كوره. انا بالنسبه لي وده اللي شايفه، في مشكله كبيره في الاهلي داخليه بسبب ان انا هو مين دلوقتي النجم، مين دلوقتي اللي هيجيب الجون، مين دلوقتي اللي هيكسب الفرقه، عارف ده مين اللي ظهر امتى؟ ده ظهر انا بالنسبه لي شفتها في ضربات الجزاء والتصريحات اللي قبل البطوله. انا بالنسبه لي التصريحات اللي قبل البطوله لما حسين الشحات يطلع يتكلم في الفلوس، امام عاشور يقول لك انا فاضل في عقد 2 بس انا قاعد في الاهلي، بس طبعا لما اللعيب يبقى مرضي ماديا بص فيك حاجات جايه. رامي ربيعه قرر ان هو ما يكملش ليه، بغض النظر عن مستوى الاهلاويه، جزء كبير من الاهلاويه ما بيحبوش، بس هو لولا صفقه، هو شال الاهلي في مدة كبيره بالظبط. اللي هو جاب لكم بطوله واكتر من بطوله كمان، تمام، بالنسبه لافريقيا. بس انا بتكلم في ايه، ان في حاجات هتظهر تمام الفتره الجايه في اوضه اللبس بسبب الحاجات دي انا بشوفها. لا مش بس عشان الفلوس، انا مش عشان زمان مش من بعيد. وحتى فكره النجم كان يقول لك ايه، اللعيبه الكبار بيلمونا قعدونا مع بعض ونقعد ونتكلم ونعمل ونحل ونشوف وبتاع. لازم ما يبقاش فيه لعيبه. انا عايز اقول حاجه، ودي حاجه من يعني انا عندي اقتناع ان الشناوي مش قادر يلم الناس دي كلها. بص اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي عندي حاجه وانا عارف ان هي هتخرج بره سنه بسيطه. هو دلوقتي مين في الاهلي اللي تحسه كابتن في الملعب او يلم اللعيبه كلاعب؟ مش الشناوي، مش قصدي الشناوي، اللي هو احنا الاهلي ويلا مش عارف ايه، وفي اوضه اللبس ليه كلمه وليه كلمه لا ليه كلمه اللي عنده روح دلوقتي ياسر ابراهيم. مش روح، ما بتكلمش في روح، ولا بتكلم ان هو يأدي خالص في الملعب. انا بتكلم ان هو دلوقتي في اللعيبه بتكبره من الاخر. مفيش معلش انا اسف، يعني انا اسف. حصلت مشكله كبيره جدا بين امام عاشور والشناوي. ايوه وبين كهربا والشناوي. فبالنسبه لي الشناوي مع احترامي ليه انا بحبه جدا 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 جدا، لانه لعيب بين قوسين كده محترم، تمام، ما بيغلطش في حد، ما بيعملش اي حاجه، محترم، تمام، مش ملوش علاقه باللقطه يعني، تمام. لكن مع احترامي الشديد ليه، لا هو كابتن علشان اقدم، مش كابتن عشان شخصيته الاقوى. ايوه معاك جدا. معلش انا هخرج في الحته دي. لا مش احنا خرجنا اللي موجوده في الزمالك. عندك شيكابالا، ليه بقى اللعيبه كلها بلا استثناء بعبد الله السعيد. انا سيبك من الحاجات عموما في الكوره ان هو مش قادر يدي خلاص ومفروض يعتزل، بس الفكره في ايه، ان هو اللعيبه كلها لا هو خلاص بقى اللي شيكابالا هيقول عليه، لدرجه ان هو يقول لك كده بيمشي مدرب. بغض النظر ان ده صح او غلط، تمام، هو غلط، بس الفكره اللي انا بكلمك في ايه، كلمته مسموعه قوي. ده دلوقتي ما بقاش في الاهلي موجود الى حد كبير. تمام، يعني ده في يعني انا بالنسبه لي ده في الاهلي دلوقتي اعتقد اخر حد كان السوليه ومشي بالظبط. والفكره في حاجه كمان، هو انت دلوقتي لما بتجيب لعيبه، مع احترامي يعني، ما بشوفش ان اللعيبه جايه عشان روح الاهلي والفانيلا والجمهور، لا طبعا، لا عشان المادي. ودي مشكله كبيره جدا، مش بس مادي وظهور اكتر يعني ليها حسبه كبيره، مش بس مادي طبعا نسبه 60% مثلا. فدي حاجه خلي بالك من ضمن الحاجات اللي هو ايه، انا بلعب ليا، انا عايز انا ابقى النجم علشان افضل واقف في الحته دي. مش يعني انا كوره حسين الشحات دي، حسين الشحات لو كان لسه هو حسين الشحات اللي في الاهلي، حسين الشحات ده لو فضل بيفتح كده هو الفيديو بتاع اللقطه ديت هيفضل واقف قدامها كده. لا هو انا كنت بعمل ما هو ليه ايوه هو بيعمل ايه، هو عايز هو اللي يروح يجيب الجون عشان يجي يقول لهم انا ما عملش حاجه، انا هو عطل، دماغه وقفت، هو ما عملش حاجه. دماغه وقفت ليه، هو تارجت، انا اللي رايح، هو مش شايف حد. انا شايف حسين الشحات بس، انا رايح اجيب الجون في الدقيقه 90 وانا نازل من على الدكه. شفت مين كان راجع يدافع في الكوره دي؟ لا ما انا عايز اقول لك على حاجه، في لقطه كده يا جماعه، في لقطه كده انا قاعد على القهوه الجمهور كله شتم كوكا، تمام، على فكره انا كوكا كان عاجبني. لا هو الجمهور كله شتم كوكا في لقطه كده، الشناوي ضربه مرمى في الشناوي لعبها له، تمام، فكوكا المفروض يلف جسمه ويلعبها طويله لتريزيجيه، تمام يا جماعه، رجع ولعبها للشناوي تاني.
يا جماعه هو بيلف كده لقى ميسي الحقيقي قدامه. هو وقف لاج كده اللي هو ايه ده هعمل ايه؟ ايوه لا هعمل ايه؟ خدها. انت فاهم الفكره؟ فانا بالنسبه لي نرجع لحته حسين الشحات. هو حسين الشحات لو في الطبيعي اللي هو لما اللي هي مثلا ما من بقاش في الطبيعي سنتين، بتاعه لا بالظبط، من بس سنتين، حلو. من سنتين ماشي، لا كنت هتلاقيه معاك. لاعب الثرو هيعمل، لزميله لا هيعمل ويكون كرة جاي. حلوة. لكن هو وحتى لو مش هيلعب الثرو، لا هو هيلعب الكرة، ممكن يشوطها شوطة حلوة وتدخل تخبط في العارضة بالزبط. يجيب لنا كورنر. لكن ان هو ذهنيا وقف، حصل له كده بلوك كده هوت اللي هو انا هعمل ايه دلوقتي؟ لا مش عارف اعمل ايه، علشان هو متارجت. لا اللعيبه اغلبها، وانا بقول لك شفتها في اللقطتين، ضربه الجزاء والانفراد ده وكره حسين الشحات، الاربع لعيبه دول. مع ان سبحان الله بشوفها دايما في الموضوع ده في ايه بتاع اللقطة. ما هي نفس أنا عايز أجيب أنا الفكره. للجول. ما هو على فكره هو امان لو كان موجود ما هو كان هيشوط، كان هياخد الكرة وهيمسك الكرة. انت فاهم النقطه؟ ايوه ما هو دي المشكله اللي انا بكلمك فيها، ان ما اعرفش بقى يا رب ما تتحل. تمام. لا بس تتحل. انا بالنسبه لي انا دي وجهه نظري في ان اللي الاهلي فيه دلوقتي مش فني. الموضوع مش فني، الموضوع ان اللعيبه دلوقتي هي دلوقتي. اقول لك على حاجه، هو فين بن شرقي؟ لا ما كانش يقدر يلعب الماتش ده، كان لازم يلعب في اخر الماتش. لكن يعني في الماتش ككل انا شايف ان هو خلي بالك هي دي برضو قنبله موقوته في الاهلي. طبعا. انت بن شرقي دوت انت هتستخدمه امتى؟ في الاوقات اللي هو ان انت خلاص انت رايح تهاجم. بص اقول لك على حاجه، انت معنى كلامك كده ان انت هتستخدمه في اوقات معينه من الماتش او في ماتشات مش بتاعته. ماتش امبارح ما كانش بتاعه. لعيب زي بن شرقي بغض النظر نختلف ان نتفق فنيا الماتش زي مع ان الماتش امبارح دوت ولا كان بتاع حسين برضو. انت فاهم؟ ولا كان بتاع اسمه دوت ولا كان بتاع قفشه يعني ولا ده ولا بالنسبه لي مثلا واحد زي هو بن شرقي ده هو بالنسبه له انا ما اقعدش. فانا بالنسبه لي مثلا لو الاهلي نتائجه في كاس العالم للانديه مش خرج من دور المجموعات وما لعبش بن شرقي، انا بقول لك انا ممكن لا جدا هيلعب. ممكن تلاقي جدا ان بن شرقي هيرجع يقول لك انا عايز بن شرقي هيلعب في الوقت اللي هو انت خلاص انت جاي فيك جون اصلا وانت عايز تجيب جون خلاص. انا مش يعني انا مش مشكلتي ان هو مواعيد يلعب امتى. انا بقول لك لعيب شخصيه بن شرقي لازم هو انا اساسي. فاهم قصدي؟ ما هي دي برضو من مشاكل النجوميه. مين لا النجم؟ بس هو لا بن شرقي جاي وهو عارف كويس قوي ان الفريق متروس لعيبه. لان في حاجه انا بشوفها، ريفيرو مدرب كويس جدا جدا جدا. خلي بالك اصلا الاهلي باع بيعه. الاهلي جاب اللعيبه دي معظمها ازاي؟ ان هو باع بيعه ان احنا هنعمل فريق فظيع عشان كاس العالم للانديه. حلو، ما عشان كده لازم تتقبل ان احنا هنبقى عدد كبير. ما هو اللي انا معاك فيه، بس كل واحد جاي انا جاي هشيل الفرقه. لا انا دي مختلف معاك فيها. انا دي مختلف معاك فيها. لا كل لعيب جاي انا هو تريزيجيه هو اللي جاي على اساس ان هو عارف ان هو انا الاقدم من الناس دي كلها وانا فانا اللي هشيلكم بالظبط. وده اقتناعي ان هو خلاه هو دوت اللي خلاه ان هو ايه، لا سيبوني انا هبقى انا اللي هعرف اجيب ضربه الجزاء دي. هل تريزيجيه كان رقم 1 ضربات الجزاء؟ لا ما ده غلط. طيب ما هو معنى كده هنرجع لنقطه اللي انا بقول لك عليها، ان ريفيرو مدرب كويس جدا تمام، لكن شخصيته لحد اللحظه دي دلوقتي برضو ما نقدرش نقول كويس ولا مش كويس. لا انا بالنسبه لي ريفيرو كده نجح فشل مع الاهلي. انا بالنسبه لي مدرب كويس لان انا شفته مع اورلاندو من البدايه. مدرب انا كنت معجب جدا باتنين، وده كتبته من حوالي سنه على الفيسبوك تمام. ريفيرو وزنباور ده المدرب الالماني اللي كان بيدرب الرجاء وخد معاهم الدوري اللا هزيمه، ودلوقتي شبيبه القبائل. انا مستني الوداد على فكره. ايه مستني اتفرج على الوداد. ما اعتقدش ان هم هيعملوا الوداد والهلال. انا مستني. لا هو الهلال كده سان داونز في الشلاحات. هي النقطه كلها ان اللعيبه ما عمل يعني مثلا فرقه زي الترجي ما عملتش اي حاجه. الترجي هو رايح كده على الله حكايته. سان داونز نفس الفكره. سان داونز رايح على الله حكايته. الهلال اصلا كده كان قوي، فما احتاجش ان هو يكبر الدنيا معاه، يعني هي كبيره لوحدها. يعني هو متصنف يعني متصنف في البطوله يعني. الاهلي لا هو اللي داس جامد قوي، لان برضو الاهلي ودي كانت الناس ما كانتش متخيلاها او فاهماها ان هو انت نقطه التعادل بتجيب لك فلوس، انك تكسب هتجيب لك فلوس كتير. انا ما بفكرش في حته. انا بص انا واحد دلوقتي، انا لو واحد فني انا مش هفكر في لا انا على الورق والقلم، بالورق والقلم طبعا ميسي، بس انا على الورق والقلم انتر ميامي اضعف فريق في المجموعه. انت ضيعت بس فوز على اللي احنا شفناه امبارح. احنا لسه برضو ما شفناش قدامنا بورتو
ولا بالميراس بس ولا ده شفناه ولا ده شفناه. مستواهم والطبيعي اللي انت هتشوفه ان مستواهم هيبقى اعلى. هنعرف تمام هنعرف يعني النهاردة. يعني بالنسبه للحارس ده اداء استثنائي. الحارس ده في 2021 كان معتزل، فاهم قصدي؟ بوسكيتس ما بقاش ليونة جسمه هو ما انا بقتش ينفع موجوده. اقول ان هو ما صدش حاجه اعجازيه؟ لا مختلف معاك تماما. لا هو ما مختلف صدش حاجه لا اعجازيه. ده الكوره بتاعت اشرف داري بتاعت الكورنر. مش اعجازيه. لا ازاي؟ لا انت عارف مش الكوره دي إعجازية. اشبهها يعني بكره الحضري. الشناوي صد حاجات اعجازيه. الكوره دي مثلا ده بالنسبه لي زي كره الحضري مش اعجازيه حتى برضو قوي، بس لا الشناوي صد لا، كور اصعب منه، هي ضربه صد الجزاء. كور صعبه، صد كور يعني اقول لك على ماشي. حاجه. انا بالنسبه لي صدت الريفلكس بتاع كره اشرف دالي اللي طلعت اللي هو الراجل ابو انا بالنسبه لي انا نرجي الولد ابو شعر ده. انا عارف الراجل دوت، انا ربنا يسامحني يعني انا ما بحبش اتنمر قوي. مش ده مش تنمر. هو بس انا عن نفسي عارف، انت شفت انت حفله الافتتاح اللي كان معاهم كان فيهم ناس بترقص شبهي كده اللي هو بنفس جسمي وبتاع ومش عارف ايه، هو تحس ان هو ايه سرسب منهم وقال لك انا البس التيشيرت وانزل انا ابقى بالنسبه لي معاهم. انا قلت مش عارف انا حسيته ان هو برضو زي سواريز، هما الاثنين بياكلوا من نفس المصمت. يا جماعه هو ده بالنسبه لي مش عارف، هو الاتنين. تحس ان هو ديلر مدينه ميامي تمام وراح معاهم الماتش كده. انا بالنسبه لي الفريق ما تحسوش اصلا جاهز بدنيا ولا هم فت كشكل جسم حتى. لا بص سيبك في بعض اللعيبه هم مش فت خالص. هو انا بالنسبه لي اللعيبه دي متعلمه كوره، اللي هو ايه انت هم بيعملوا هم كده بيبصوا. حتى خلي بالك هو انا ببص لقيت الاثنين المساكين على اول نص ملعبهم ونص ملعب الاهلي. انت الاهلي كل كره بمرتده، الاهلي كل كره بمرتده. ريفيرو لو بس هو الاهلي دي كانت خطته، هو عايز يعمل ده بس هو ما كانش متخيل طريقه اللعب دي وبرضه هو دي. كان حاطط نفسه، لا هو مأهل نفسه ان هو الحته بتاعت ميسي ديت ناحيه الشمال ديت هو مش هيرجع، ومش من الطبيعي ان حد يرجع يساعد، لان برضه هو مش عارفين ايه اللي بيحصل. انا معاك ان هو اشتغلوا جامد جدا، هو بس عارف هم اتصدموا امتى ماسكرانو كان هياخد باله ان هو لا ده انت عندك واحد تقيل اسمه تريزيجيه وهينزل يساعد واحد تاني اسمه امام، او هينزل معاه واحد زي زيزو. لو هو اوريدي شافهم، هو ما شافهمش، ما هو ده اكبر دليل ان هم مش عشان كده الشوط الثاني هو بدا ياخد باله ان هو لا يا باشا وشيل لي بقى الراجل اللي كان المفروض يطرد دوت، حطوا لي على جنب تمام، لان هو كده خطر معاك. ونبتدي ان احنا نسحم الحته ديت، لان هم واضح ان احنا المبدا اللي عندنا ان انا بعمل هجمه مرتده من الناحيه بتاعت ميسي. ماشي شكرا. انا اقول لك على هنرجع. لا ما هو ميسي لا ده ما هو ميسي اللي هو ايه، ما هو برضو في حته كده اللي هو ايه، ما انا برضو مش عايز اخسر، انت فاهم الفكره؟ انا ما ينفعش افتتاح كاس العالم واخسر، فاهم؟ لا هو برضو عشان برضو الواحد يبقى امين، يعني هو ميسي بعيدا عن ما هو مالوش مزاج عنه ليه برضو، ما برضو انا بتكلم علشان على وقت البطوله، مش بس وقت البطوله، هو عارف ان الفريق على الله حكايته. طبعا. وانا مش هعرف اشيله لوحدي، يعني لما لا كنت بشيل لوحدي لا مختلف لما انا هشيل اسمعني بس، لا هو خلاص رحمه الله امرئ عارف قدر نفسه. احنا عمالين نتكلم ونقول ميسي وبتاع، يا جماعه ميسي جايب كورتين في العارضه عادي جدا. انا معاك عادي جدا انا معاك جدا في كل دوت، جدا. انا بتكلم ان هو عارف كويس قوي ان الفريق على الله حكايته، وانا ما بقتش اقدر ان انا ابقى شايل فريق لوحدي زي الاول. انا معاك. انا نرجع للنقطه برضه هو مفخد هناك يعني. ما هو انا بقول لك هو وصل، هو قرر ان هو يروح يعني الفرق ما بينه وما بين كريستيانو ان كريستيانو راح دوري تنافسي. الدوري بدا يطلع بيه، التاني راح تنافسي. دوري هو بقى ايه راح يفخد هناك ويقعد في ميامي ميسي بعد كاس العالم ميسي بعد كاس العالم قرر ان انا مش عايز منافسه خلاص، انا مش عايز منافسه، عشان كده رفض عرض الهلال. انا مش عايز منافسه، انا قفلت، انا هروح السنتين 3 اللي هلعبهم لحد كاس العالم. عمل عكس جوارديولا. جوارديولا طلق. التاني ده قال لك انا اشتري دماغي يا باشا. انت نفسك تعملي ايه دلوقتي من بدايه سنه كذا؟ عايزه نروح امريكا نروح، عايزه نروح السعوديه نروح، اللي انت عايزاه احنا نعمله واعيش ايه. لا بس هو انا بالنسبه لي حته انه ميسي، انا بس عشان ما نتوهش الحته اللي انا بكلمك فيها. الله ده احنا كنا معانا داتا وحاجات، احنا كان معانا داتا بس حلو الكلام بالطريقه دي والله انا بحبها. يلا بينا يلا. انا اللي انا كنت عايز اقوله، بس خلي بالك على حاجه برضو، احنا في عندنا ميزه وعيب ان اوريدي الماتش ده اتهرت. بس من هو الساعه 5 الفجر
لغايه دلوقتي بس واحد كميه ناس نزلت تحليل خلاص الناس طبعا كل يوم كل اي حد الاحترام هيقول طبعاً. لهم دلوقتي كوره حسين الشحات مش بقى سمعناها قد شفناها كده بس لما تيجي من وجهة نظر زملكاوي متعصب زيها تبقى الموضوع مختلف. ماشي صح ولا ايه؟ ماشي. كان نفسك زيزو يشوط ضربه الجزاء؟ انا بالنسبه لي لما شفت الخناقه دي انا قلت زيزو يخش يشوط يضيع انبسط الجمهور قال يقلب عليه والله بجد دي حقيقه. لا بص خلينا متفقين ان مفيش حد هيقلب على حد علشان ضيع لا، ضربه لا، جزاء، لا، لا. لكن مختلف. لكن ما تبقاش انت مش في الترتيب فانت تاخد ترتيب حد تاني، هنا هيبقى في بص مشكله. يا جماعه الكره دي كانت بص صراحه مش عايزين نقعد فيها كتير، بس صراحه الكره دي كانت رقم 1 وسام ابو علي، رقم 2 امام عاشور. امام عاشور خرج عشان مصاب، يبقى مين اللي هيشوط؟ وسام ابو علي. زيزو ما دخلش في الحسبه ليه لا زيزو في ايه؟ في الترتيب ده؟ ما هو انت، ما هي دي اللي انا هكلمك، اللي انا جاي لك فيه بقى. يا عم طب واحد زي وسام، انا الرقم 1 وانا اللي بشوط، او امام انت جاي عليا جديد هتاخدها مني. تريزيجيه انا الجامد وانا اللي جاي من الاحتراف، وانا انا نفسي اعرف كواليسها جوه دماغ هي دي تريزيجيه، نفسي اعرفها. ما هو بص لان هو احنا متفقين كلنا اهلاويه وزملكاويه ان الراجل ده مش بتاع حته ان انا اخد اللقطه. ايه بقى اللي حصل في دماغه؟ علشان لا هو بص انا مش حته لقطه، يعني هي مش حته لقطه على ما قد انا جاي انا نجم الفرقه، انا اللي اكسب الفرقه. نفس الحوار زيزو. ما هو زيزو لا، في لقطه عن لقطه تفرق، في لقطه عن لقطه تفرق، خلي بالك في فرق. اللقطه ان انا بعمل كده عشان انا عندي الشوط اقتناع ان جمهور. هو حس فكره اللي هي المسؤوليه وبتاع، بس رشب. طب هو لبس نفسه. السؤال نفس اللي على فكره خلي بالك، انا بالنسبه لي اللي عمله حسين الشحات، خلي بالك هو انت لو كان دخلت ضربه الجزاء لا هنقول الكلام مختلف. يا الله ما هي دي بص يا الله، شفت بقى الواد اتحمل الضغط. ما هي دي القرارات. احنا الجمهور بتاعنا كده. لا بس خلي بالك هو الجمهور في العالم كله كده، ما دي القرارات، هو ده القرار صح ولا غلط؟ مظبوط. هي يعني هو ده القرار. ضربه الجزاء دي بتكسب فرق وبتضيع فرق، بتضيع كاس عالم باجيو معاك انت فاهم النقطه؟ فاللي انا بكلمك فيه ان هي قرارات. انا بالنسبه لي اللي عمله تريزيجيه على نفس اللي عمله حسين الشحات، نفس اللي كان عايز يعمله زيزو، نفس اللي كان عايز يعمله وسام. ما تهزرش انا لا حسين الشحات ما عملش حاجه. لا اللي عمله اللي عمله لا هو عمل كتير قوي. هو الراجل طلع يجري وما تفهمش بقى بدأ يحلم بحاجه. ما هو ده هو مفيش حاجه حصلت. ما هو ده فهو ما عملش حاجه. بص هو انت عندك 5 لعيبه، في الفرقه: تريزيجيه، زيزو، امام، وسام، حسين الشحات. بن شرقي حاسس انه خرج ما بقاش معاكم، يعني انا حاسس كده احساسي ان تحس ان بن شرقي مش تايه. حتى كمان ما شفتهوش مثلا في التسخين، ما شفتهوش. بن شرقي هيبقى موجود في الماتش الجاي اساسي. ما هو في حاجه بقى، هل ده علشان تفكير المدرب ولا علشان ضغوطات جمهور؟ لا ولا علشان ضغوطات اداره؟ اسمعني بقى، لا خالص، ما حدش هيضغط عليه في حاجه. ليه؟ احنا يا باشا كل اللي عندنا، انا مديك في كل مركز دلوقتي تقريبا من 2 ل 3 لعيبه جاهزين. صح، جاهزين وسوبر. لما هتخرج واحد وتدخل واحد، ما بتكلمش على حسين الشحات، هتلاقيه بنفس المستوى او قريب منه جدا، بس هيديك خصائص مختلفه شويه. شوف انت بقى انهي اللي يفيدك واعمل اللي انت عايزه. ما هو دي المشكله اللي حصلت مع بن شرقي، الخصائص بتاعته هجوميه جدا، ما عندوش خصائص دفاعيه، وهو مش عايز يطور من نفسه ومش هيحلها. يبقى هو هينزل امتى؟ في الماتش او في التوقيت اللي انا عايز ان انا اهاجم فيه عشان اجيب جون. علشان انا عايز اقول لك علشان كده قعد كولر قعد سنه مش رافض بن شرقي. صح ولا غلط؟ علشان الجزء الدفاعي يعني. لا هو فترتين انتقالات. ماشي انا بتكلم ان هو في الاخر وجه اللي هو غصب عنه. على فكره كولر لو كان بيكسب وقوي والكلام بن شرقي ما كانش جه الاهلي، خلي بالك. ما فيهاش. لا انا بقول لك على فكره بيتارجت حاجه. الاهلي كان متفق بتاعتنا. الاهلي كان متفق مع بن شرقي في الانتقالات اللي قبلها. كان كولر قوي وتعطلت لا عشان كولر رفض، عشان كولر كان لسه قوي، كان لسه بيكسب، كان لسه واخد بطولة افريقيا، كان لسه قوي. فاهم قصدي ايه؟ بالظبط موسيماني، سفيان رحيمي، وميكيسوني. تمام. الله المقارنه ظلمه. انا بقى ما هي دي مقارنه زفت. ما بالظبط. بس واحد زي انت جايب لك نهائي القرن، بيكسب لك البطوله الثانيه، كاس عالم الانديه، واخد سوبر افريقي. انت بتقول له جايب لك سفيان رحيمي، قال لك لا انا عايز ميكيسوني. تقدر تقول له لا؟ ماشي معاك. لو كان واحد لو كان طلع 1000 وهو كان بيبرطم كتير في المؤتمرات، لو كان طلع قال اداره الاهلي مش عايزه تجيب لي اللعيبه اللي انا عايزها، كان ايه اللي هيحصل؟
الخطيب كان معاك- ممكن يمشي. انت فاهم قصدي؟ لا هو اللي كان هيمشي مش الخطيب، لا انا بقول لك لو لا في وقته بتاع موسيماني لما كان قوي. ولا مفيش حد اقوى من الاداره. لا ما هو انا بقى انا بص، اداره الاهلي ذكيه جدا جدا. هم بيشوفوا ايه ناحيه القوه وهنروح معاه ان انا ده. فاهم قصدي؟ مش بس لا يعني مثلا بن شرقي وحمدي فتحي جم بسبب الخروج بتاع اسمه داود. بن شرقي جه علشان هم عايزين يجيبوه من بدري، وكولر بقى ضعيف، وكولر ايامه معدوده في الاهلي. هو بص خلينا متفقين ان هو كل فتره والمدير الفني بيخلص بيشطب طبيعي. في ما هي الحتة بالظبط، بتاعته. ما هي دي الفكره، هي دي الفكره بقى. ما هو قال وده كان وقت كولر خلص انتهى. ما انا بقى عايز اجي لك في الحته دي. احنا ممكن نروح لحته معينه. هو مين اللي يختار الصفقات؟ المدير الاداره الفني. ولا المدرب؟ لا المدير الفني. طب انت المدرب لو هو سؤال، هو ريبيرو او ريفيرو عشان ما اختارش حاجه. لا ما كان عارف انه ما اختارش حاجه. هو ريفيرو ريفيرو. كولر اختار شويه. اقول لك على حاجه، هو ريفيرو مدرب كويس جدا. انا او انتوا الاهلي جابوا علشان هو شايف ان هو مدرب كويس جدا. تمام، بغض النظر عن جوميز، وجوميز حصل تفاوض، وجوميز تقريبا رفض عشان السعوديه والعروض بتاعت السعوديه والكلام ده. لو ريفيرو خرج بره، خرج من دور المجموعات وبدا الدوري بطريقه مش كويسه، ده هتصبر عليه شويه. هتصبر عليه شويه طبعا، بس هو ده صعب يحصل كده كده. فاهم النقطه؟ هي البيضه ولا الفرخه؟ ما هو انت فاهم مش الفكره؟ هتحصل اصلا. اللي انا بكلمك فيه تحصل مش السنه دي، تحصل السنه الجايه مثلا. ما هو اللي انا بكلمك فيه يعني او مش الموسم اللي احنا داخلين عليه دوت. انا فاهم اللي بعده. انا فاهم اللي انا بكلمك فيه ان هي لان خلي بالك انت لو اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حالا ديت الصف الثاني نزل هو هيكسب الدوري. علشان كده انا بقول لك، انت دلوقتي بتقول لي ايه كويس ان هي حصلت دلوقتي. لا هو انت عامل كل ده عشان دلوقتي. انت مالكش، انت اللي جاي كده كده حاجتين، عارف ان انت كسبان ومش فارق معاك. سؤال هو طب وليه ما يديلكش انديكيشن او حته كده هوت من جوه ان اللعيبه حاسه ان هو الراجل لسه مش فاهمنا ومش عارفنا، فممكن اختياراته ما تبقاش مظبوطه. دي كارثه كده كده. دي كارثه كده، بس هو في جهاز معاون، في عماد النحاس بره، في محمد يوسف بره، يبقى كده دول ما لهمش لازمه. انا اسف. صح ولا غلط؟ لا ما هو انت دلوقتي في وضع زفت. هو كل ده والاهلي في وضع زفت؟ طبعا في وضع زفت. امال امتى هيبقى كويس؟ انا كان عندي اقتناع ان هو كل اللي احنا عملناه دوت هدر، يعني ده هيروح هدر. ليه؟ علشان انت دلوقتي جايب لعيبه ما تعرفش بعضها وما لعبتش مع بعضها، وبانت في اللقطه اللي انت بتتكلم عنها عشان هم مش عارفين عايزين بعضهم. نروح لزيزو. ان زيزو نزل في الدقيقه 13 بعد امام وخرج في الدقيقه 79. انت عارف ده معناه ايه؟ بس نزل مين مكانه؟ هو الفكره مش في كده، في قفشه. معلش نزل مكانه مين؟ قفشه ولا طاهر؟ لا هو نزل مكانه طاهر. طاهر ولا قفشه؟ كبوزيشن طاهر. تمام. النقطه اللي انا بكلمك فيها، ما هو انت دلوقتي انت في حاجه كذا حاجه. انت خرجت زيزو ليه؟ لا ما علشان بدني، عشان هو مش جاهز بدني. قال لك عشان هو مش جاهز. لا اللي اتقال عشان هو مش جاهز مش بدني. اللي اتقال، هو ده منطقي. تمام. طب انت ليه نزلته؟ ما انا قلت ليه ما اعرفش، انا عارف. فاهم النقطه؟ معنى كده ان في حاجات كتير برضو اللي سايقاها البومينج والشو والكلام ده كله. لا ما حدش هيلعب اللعبه ديت في لا بطوله مهمه زي دي. مختلف معاك. يعني انا بتكلم تريزيجيه لعبها. كواحد مسؤول. تريزيجيه لعبها. ما انا بقول لك انا نفسي ادخل جوه دماغ تريزيجيه اعرف. اهو احنا عارفين يا جماعه ده بني ادم على لقطه. ده مش لقطه. هو مش تريزيجيه. انا اللي جاي من اوروبا، تمام، واكتر صفقه مدفوع فيا، وانا النجم جاي من اللي كنت بره سنين كتير، وجاي بقى انا اللي اشيل، وانا اللي بقى ايه من حته مسؤوليه. انا ما بص مش لقطه. ما احنا مسؤوليه دي الجيل القديم اللي هو حسني عبد رب واحمد حسن. لا ما هو لسه في الحته دي. لا انت شفت اللقاء بتاعه اللي هو طلع قال لك انا على قديمه من الاخر، اللي هو انا بخلص. انا بالنسبه لي تمرين والحته بتاعتي دي ده شغلي. هو عشان كده مكمل في اوروبا وارجع البيت بتاعي عشان كده مع عيالي ومراتي وشكرا على كده. عشان كده مكمل في اوروبا. عشان كده مكمل في اوروبا. بس انت لما بتيجي هنا يجي هو لسه مصري. على قديمه مصري. بص انا مختلف معاك جدا في الحته دي. تمام. هو تريزيجيه لو جابها، هو تريزيجيه لو كان جابها السوشيال ميديا كانت هتبقى عامله ازاي؟ كده تريزيجول وهو ابن الاهلي واللي جه من بره كسبنا واول فوز في مش عارف ايه. عقليه لعيب وانت عارفه كويس هو مش بيدور على دي. انا قلت لقطه عن لقطه تفرق. لقطه عن لقطه تفرق. فاهم قصدي؟ انا ما مش مقتنع. بس انا ما بصنفش اللي عمله تريزيجيه لقطه، ولا اللي بصنفه اللي عمله حسين الشحات لقطه. تمام. ما عملش حاجه برضه، ما تقولش ان هو عمل. ماشي. هو عمل في حاجه مختلفه. تمام. ما عملش حاجه. لكن انا بشوفها وبفسرها ان هم علشان الضغط. على فكره ده ضغط.
ممكن. ده ضغط كبير جدا ان انا عايز انا اللي عشان حسين الشحات انا افضل في الصوره. ما هو انت جبت لي لا تريزيجيه حسين الشحات مضغوط عليه كده كده، تمام، فانا عايز اروح عشان وقفشه انا مضغوط جامد. الاثنين دولت مضغوطين لانهم عارفين ان هم الايه الصف الثالث دلوقتي. انا عايز اقول لك انا بحب قفشه جدا. انا بص، بحبه رغم إن بس هو على بص- حسب. بس انا بص انا بحبه عشان هو كبني ادم لا تمام سالك كده مع نفسه. بالظبط. بس انا في حاجه في قفشه والله بجد، يخف الكوميديا بتاعته اللي هو ايه اللي هي طلعت بيها اللي هو ايه ده داخل الملعب هارد روك، ايه ده بيترو سبورت ده ولا ايه، مفيش ميسي هنا كريستيانو واعمل عارف انت الحاجات دي. ما هو الفكره في ايه ان هما بقوا الدماغ بيفكر ان انا اعمل كده عشان ده اللي يجيب على السوشيال ميديا عشان افضل موجود. لا افضل موجود في الملعب. ايوه يعني فاهم قصدي، افضل موجود في الملعب. لا بس هو عارف كويس قوي ان الناس مش مستنيه منه ده. ما هو بس عشان كده. طب انت بتعمله ليه؟ ما هي دي النقطه. الناس مستنيه منه يا باشا اديني اسيست، اديني بشوطه حلوه، اديني اعمل اي حاجه اعمل لك منظر. قفشه المفروض. بس برضو عشان ابقى امين، عشان برضو ما اعرفش، انا ممكن يكون عشان انا زيك انا بحب قفشه على فكره انا بحبه كلعيب. انا حاسس برضو ان هو لا لسه يعني، لان هو في وقت كولر هو كان قاعد، هو مش موجود، فهو برضو يعتبر مش جاهز. وبرضو انت ما شفتوش في كاس العالم للانديه دوت غير قد ايه 10 دقايق تقريبا. هيلحق يعمل فيهم ايه؟ يعني هو برضو اتظلم. حسين الشحات بيهرج وبيهرج بقاله فتره. انا متفق مش مختلف. يعني حسين الشحات فضل فتره قاعد مستني نظريه اللي هو ايه، الجمهور عارف كويس قوي ان انا ضحيت عشان الاهلي. ما هو يا جماعه الجمهور بقى عارف ان انا بعمل عشان الاهلي او ان انا عملت علشان الاهلي. بص انا كلمه ان انا ضحيت، معلش ما انت ضحيت بايه؟ بدل ما بتاخد هتاخد 50 مليون خدت 30 انا هتعب. لا ما دي تضحيه معلش في 20 مليون. ما هو ده الجدال اللي قعدنا أيوة فيه قبل كده. أيوة. الجدال اللي قعدنا فيه قبل كده 20 مليون يا بيه معاك. بس انا بص هي ممكن تبقى وجهة نظري، هو اتنازل عن فلوس فعلا ماشي تمام انا متفق معاك بس هو معلش هو ما تنزلش عشان خاطر ان الاهلي ان انا بدل ما باخد 50 مليون في الامارات فانا جيت الاهلي خدت 5 معاك ماشي يعني فاهم. لا ما انت معلش يعني النجوميه دي بتساوي كتير. ان انت ما حللناش حاجه في الماتش. احنا ما حللناش احنا كمل بقى كمل خلاص بقى فك. طب خلاص نرجع يبقى نسميها ايه؟ افتح قلبك. لا انا هجيب لك اسم انت عارف. ما انت اللي هتعمل الثمانينات. فاجئني في الثمانينات بقى ماليش دعوه بالقصه. لا ما تقلقش وعد الناس. وادي هو بص اهو دي صوره الثمبنيل اهو بس كمل. لا انا بقول لك انا ما بحبش النظريه بتاعت انا ضحيت ومش ضحيت. لا انت ضحيت، انت خدت مقابلها. خلي بالك مش كل حاجه فلوس. انا ده اللي انا بتكلم فيه. في نجوميه وفي شهره وفي حب الناس وفي ان انت يتسلط عليك الاضواء ان انت ترجع تلعب منتخب مصر تاني. لا في على فكره عارف ببص لك البصه دي ليه؟ عشان انا بقى فتره عمال بقول لك احنا عايزين نقعد نتكلم في الكلام ده. فتحناه في اللقطه بتاعت ان احنا بنحلل ماتش الاهلي. طب احنا تعالى بقى نسيب ده كلام هنجيله بعد كده. لا خلص بس البوينت اللي انت بتقولها او النقطه اللي انت بتقولها. لا انا بالنسبه لي زي ما انا مثلا لو رجعنا انا واحد من الناس كنت شايف ان اغبى قرار لعيب مصري خده في حياته رمضان صبحي. ابو تريكه في ليه؟ ابو تريكه ما احترفش. بس ابو تريكه كبر على هو ده ضحى بجد بقى. طلع على كبر. يعني ابو تريكه طلع على كبر وكان ساعتها خروج اللعيب المصري ما كانش سبوت زي دلوقتي. مش معترض بس هو فعلا لا هو ضحى عشان هو مش عايز يخرج. ما ضحاش بفلوس على قد ما هو ما ضحى بفكره الاحتراف لانه كان وقتها برضو الناس ما بتحترفش كتير قوي. معاك بس هو يعني مش. طب بص مش عايزين نرجع قوي كده نتكلم في نقطه معينه بتاعت رمضان. تمام. لا هو كده قرار غبي. بس حقق طموحه يا باشا. حقق على فكره هو حقق اللي قال عليه. خد افريقيا وخد كاس وكان المفروض السنه دي لا لبس ايه؟ لا ما لبسش. ما خدش البطوله. ما هو ماشي ما خدش البطوله بس هم خدوا البطوله. هو خد السوبر الافريقي من الاهلي وخد الكاس من الاهلي بس ما خدش مع البطوله اللي هو اوريدي عايز بيحلم بيها انه ياخدها بعيد عن الاهلي. يعني تمام. وفريقه خدها اللي هو قبل الزمالك. معاك انا ماشي تمام. بس عبد الله السعيد كيس مختلفه لانه نجح في كل حته راح. انا بحبه جدا يعني هو عبد الله السعيد ما فشلش مع الفريق الاسباني كان ناجح. بحبه بس تزكيه جدا ويعني احنا دخلنا وعندي في اقتناع ان هو برضو مش طبيعي ان انت ترفض شنطه فيها 40 مليون جنيه جايه لك قدام عينيك. انا عندي اقول لك على حاجه. انا بقى في الحته دي انت بتقول عشان الفلوس. انا في الحته دي ما لومش عبد الله السعيد انه مضى للزمالك. ليه انا علشان هو الاهلي اتحرق دمي بس ما لومتوش. اتقال له ايه؟ شوف نفسك. ايوه فاهم الفكره.
هي دي النقطه. عكس مثلا زيزو، انت زيزو الزمالك فضل احنا عايزينك مش عارف ايه، لا مش هنتكلم ايوه احنا كده دخلنا في حته ثانيه خالص. هنتكلم فيها عشان دخلنا في مواضيع ثانيه. الاهلي بقى بدأ بايه؟ اهلي احنا اتكلمنا على فكره، اتكلمنا فني ان ليفيرو لعب صح جدا. ده اللي كان في طرد طبعا اللي هي الكره بتاعت زيزو، الكره بتاعت اللي اسمه روندون تقريبا. لا ده اسمه ايه مش فاكر تقريبا هو تقريبا اسمه روندون حاجه زي كده. هو المشكله ان اللعيبه على فكره، بس هو الحكم ما رضيش يبوظ الماتش. ايوه دي بقى حسابات تانية. هي دي النقطه اللي بكلمك فيها. يعني لو كان حد من الاهلي كان عادي هيديله الانذار التاني ومفيش مشكله. انا بص زملكاوي متعصب جدا وبقول لك مش فكره اهلي وزمالك ولا حاجه، بس هو حسبها في دماغه ماتش افتتاح وعلى ارضهم وبتاع، مش عايزين نزعل الناس. هو خلي بالك، هو كان المفروض يطرد اكتر من مره لعيبه الاهلي، وهي برضو تمشي، ما برضو ممكن ما يديش انذار عادي يعني. لا بس هي انا بالنسبه لي انا لو مكانك انا هكسر التلفزيون. انا فاهم بس احنا فاهمين يعني، الناس وهي بتتفرج فاهمه حسبه الموضوع. متفق، مش مختلف خالص. وبرضه عجبني ان اللعيبه راحت عفرت ان هو يا باشا ياخد انذار. ايوه لا طبيعي. اللي انا هو برضه في حاجه، هو فكره ان ميسي جاي للحكم وبيقول له انا لسه مضروب هناك. انا لسه مضروب هناك. بص بيعمل له كده، لسه مضروب هناك وما اديتلوش حاجه. ايوه الحكم تحس ان هو طب هو انا حسبت فاول بس شوفوا عايزين ايه وتراضوا. عارف انت اكرم حسني انت فاهم شوفوا عايزين ايه. طب والمستشار انا بقى عايز اقول لك على حاجه بقى. الاهلي في الماتشين الجايين، انا جيت قلت لك ان الاهلي الماتش ده لعب. الاهلي عنده، وانا عندي اللي اسف انا بقاطعك، بس انا قلت الكلام دوت كان هناوت في ناس محللين من اون وبتاع، انت عارف مين اللي كانوا موجودين. خلصوا البودكاست بتاعهم والقعده بتاعتهم، وانا اتكلمت انا بقى بعد كده اوف كاميرا يعني. الاهلي جايب لنفسه ما بين 2 ل 3 لعيبه في كل حته جاهزين، علشان هو ما يقدرش بدنيا ان هو يعافر في الليله السوداء دي كلها بالخبره بقى اللي عنده. تمام 90 دقيقه ب2 لعيبه بس في المكان دوت، او بلعيب يكون جاهز فت واللي تحته يعني بدنيا احنا مش قادرين. فالاهلي قرر يعمل ايه؟ انا الخط القداماني دوت بخط النص انا عندي منه 2 أو 3 جاهزين ونفس الخصائص ونفس الحاجات. فانت مش بعيد خالص ان انت تلاقي، ومش عكيكه من المدرب، لا انت ممكن تلاقي الماتش الجاي بادئ بحد بناس تانيين خالص، ما عدا طبعا جراديشار ووسام. تمام على حسب وسام هيبقى شكله ايه، لان هو برضو واضح جدا ان هو ما عندوش الثقه الكافيه في جراديشار، او جراديشار مش فت قوي. تمام ان هو فعلا وسام واقع منه بدنيا من بعد الكره اللي طلعها من على الخط. هو باينه مسك ظهره وبعدها هو ما بيجريش. حتى في الشوط الثاني ما بيجريش. ممكن نشوف بقى لو وسام اتصاب وما قدرش يلعب، او ممكن نشوف بن شرقي. انا لو مكانه انا كنت هنزل طاهر بدل وسام، لو انا ما عنديش الثقه الكافيه في جراديشار. انت كده نزلت طاهر ونزلت حسين الشحات. لا انا هنزل طاهر مهاجم. ايوه ما انا بقول لك انت ولعبها قبل كده. هو انت نزلت طاهر وحسين الشحات. لا مش عايز انزل حسين، انا مكانه مش انا بتكلم على انا بقول لك على ريفيرو، وفي بره بن شرقي. انا بقول لك بن شرقي هيلعب الماتش الجاي، ومش عشان ضغوط بس عشان هو واخدها ستيبس. انا عن نفسي شايف كده هوت يعني، ان هو هيكون واخد اللعيبه دي بطريقه معينه، هو فاهم ان الناس ديت مش هتقدر تكفي اللي هيحصل فيهم فتنس كبدنيا، مش هيقدروا يكملوا. انا في نقطه ان الاهلي ومن التشكيله العامه والصفقات اللي جت هو واضحه له جدا ان هو لا الناس ديت ايه عارفين ان ده هيحصل. فاهم انا الفكره كلها الاهلي افراد كويسين جدا 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 وكواليتي عالي جدا بفارق كبير تمام عن اللي هنا طبعا وفي افريقيا. مشكله الاهلي ان هو دلوقتي مش فرقه جامده، مش تيم، هو افراده جامده قوي، مش ناس متعوده على بعض وعارفين وبتاع. ايوه يعني في الكره بتاعت يعني اقول لك على حاجه، انا استغربت جدا التفاهم الغريب اللي كان حاصل ما بين تريزيجيه وزيزو علشان المنتخب. كان في تفاهم، هي دي النقطه عشان لكن مثلا تريزيجيه بين رمضان وزيزو لا مش عارفين لسه. تريزيجيه وبين رمضان بس خلي بالك كل واحد لوحده فرده تقيله. بن رمضان ذكي فهيفهم هيعمل ايه معاه. انا مش مختلف بس انا بكلمك في مواقف لا الفرقه عايزه وقت. فهل الوقت ده طب ما انت عندك ما عندكش الوقت بالظبط كده. ما هو التهريج اللي حصل في الصفقات اللي جت في الاهلي هو ده. مش بس في الصفقات وفي المدير الفني. انت جبت لعيبه جديده ما تعرفش بعضها قوي، ما لعبوش كتير مع بعضهم،
لعبت على رهان ان اللعيبه دي لعبت قبل كده وشفتها في الدوري المصري تقريبا معظمهم، ده رهانك. وان ممكن يكون حد لعب مع في المنتخب مع التاني وبتاع، فممكن يزقوا مع بعض معاك. بس المدير الفني ما يعرفهمش كلهم. طب هو هيعرف اجزاء منهم علشان هو لعب في افريقيا وفاهم يعني ايه الاهلي ومين الفريق دوت ومعاه تيم، كل ده تمام ويحترم، بس في الاخر هو ما يعرفش هيعمل ايه بالتولز اللي معاه. ما فيش عشان كده بالنسبه لي ان هو يعمل الشوط الاولاني بالطريقه دي مفاجاه بالنسبه لي. لا مش مفاجاه بالنسبه لي، عشان هو قاعد حفظ وانا شفت بتعمل اللعيبه معايا متحفظه. انا شفت اللعيبه حفظ امتى؟ لا انا بالنسبه لي اللي حصل ده، بص انا بالنسبه لي في نقطه كده طب مقتنع اقول لك بيها. على حاجه حلوه انا خدت بالي منها، قولي. اللقطه بتاعه الكورنر وزيزو بيلعب الكورنر، كان زيزو تقريبا اللي بيلعب الكورنر واشرف داري الشوط الاول ولا الثاني؟ في الاول. واشرف هي الكوره بتاعت اشرف داري، واشرف داري ما يبقى كان امام هو اللي بيرفع الكورنر، انا مش فاكر مين اللي رفع الكورنر، مش مهم دلوقتي، بس هو باصص للي بيرفع الكورنر وبيقول له حاضر. ايوه ما هو في حاجه هيعملها. بص انا بالنسبه لي والكاميرا جابته لو انت خدت بالك منها. لما بص المدرب اللي تلاقي له شغل، اعرف منين المدرب شغال، لما تلاقي في لعبه في الماتش او لعبتين اتكرروا اكتر من مرتين. تمام. تريزيجيه يمسك الكرة ويطلع لا يجري. مش ما هو خلي بالك هي يطلع كده دي معروفه، بس هيعملوا ايه بعد كده بالظبط كده. هي دي تريزيجيه طلع امام عاشور في الكرة اللي كان اتصاب فيها. خلي بالك هي حته الانفرادين اللي واحده ضاعت وواحده اوفسايد دي برضو، لا هي دي ملعوبه يعني، هي دي متحفظه معاك. فاهم الفكره؟ في جمل محطوط عشان كده على فكره انا بقول هو لعب على السهل منه او الذكي منه، وفي نفس الوقت برضو ميامي هو عارف انت اللي هو ايه، لما تلاقي مثلا تخش تلاقي تخش تلاقي امتحان انت مذاكر له فاهم، بس انت مستني منه درجه صعوبه معينه، مره واحده انت دخلت الامتحان ايه ده الامتحان ده اسهل من اللي انا مذاكر له. فالاسهل ده بيعمل لك صدمه، لا هو انا حاسس ان في تربايه فاهم الفكره. انعدام الثقه دي انا بشوف يعني كل قصدك الاهلي هو اللي حس كده مش انتر ميامي. لا انتر ميامي نازله، انا بشوف انتر ميامي كانت نازله بتهرج تمام. انتر ميامي خطورتها في ايه؟ 3 كور، كورتين يعني ميسي. اكتر واحد كان متعصب في الماتش كله والمشدود اللي هو ايه هنكسب بيكهام، اللي هو مش في الملعب، اللي هو لا وهنكسب علشان الشو والكاميرا ومش عارف ايه وبتاع فاهم الفكره. الناس دي في الحته بتاعت انا بقول لك انا مشكلتي يعني انا متضايق من كاس العالم الجاي، كوره منتخبات نظام جديد مع البلد يعني، عكس مثلا كاس العالم بتاع البرازيل، كاس العالم بتاع قطر فاهم الفكره. كان جميل، كان رائع. ليه جميل؟ البلد صغيره، البلد كلها كوره، جمهور من كل العالم بيحب الكوره. لا يا باشا انت مش محتاج ان قطر تبقى جمهور كوره، انت قطر قالوا كاس عالم هو بقت خلاص اتملت ناس بتاعت كوره بالظبط. هي دي عكس امريكا يعني. مش عايزين نتكلم في الحته دي. انت الاهلي، طب الاهلي الماتش الجاي مع بالميراس، الاهلي لعب مع اضعف فريق في المجموعه ما قدرش يكسب، طلع خلي بالك هو اضعف فريق او كل حاجه، بس فكره ان انت في اسم ضخم زي ميسي افتتاح المفروض ان على ارضهم تخيل كل ده التسريبات اللي طالعه عن التذاكر ان هو الماتش فاضي، الاستاد فاضي تمام، فانت عندك شك اللي هو واحنا جايين كاس العالم للانديه ولا ايه؟ ما برضو ده كل ده هيأثر. لا بس انا بالنسبه لي على الورق وعلى اللي انت شفته، لا انت لا اللي انا شفته ده موت. لا انت بعيد قوي يعني. الاهلي كان بيعاني، ده اللي حرق دم الناس، انت فاهم قصدي؟ ما هي دي النقطه بقى. هو الاهلي لو كان ما عملش الاداء ده وطلع بتعادل كان الجمهور هيقول ايه؟ الحمد لله كويس. هو كده الحمد لله على كل شيء، بس هو لا احنا طالعين كسبانين نقطه طبعا، ونفكر في اللي جاي ومش عارف خلي بالك برضو على اخر 10 دقايق او ربع ساعه احنا طالعين كسبانين نقطه. انا عايز اقول لك بقى على حاجه، هو الاهلي مثلا لو خسر الماتش جاي او اتعادل وواقفه ان انت تكسب بورتو، انت حطيت في نفسك مأزق واحباط ان انت لو كنا كسبنا بس عيب عليك، دي خبرات بقى عندنا، دي خبرات عندنا. ما الخبرات دي ما حصلتش ان احنا بنقع في نفس الموقف ده كل مره، فعادي عدى علينا كتير انت عارف الفكره يعني انا كتبت حاجه امبارح قلت كده، انا شفت الماتش ده قبل كده اهوت وبيتعاد وبيتكرر كتير، اللي هو بعد ما بنخرج منه، لان انا كنت عندي تخيل ان هو ميسي هيروح لاقط حاجه في الاخر كده اهوت وجون وشكرا ونخسر ومفيش مشكله. فكره اللي هو ايه، ان هو مش احنا كنا المفروض نكسب، مش احنا المفروض كنا هنجيب ده بينالتي وانفرادات وي وفي الاخر
وفي الاخر انت هتخسر برضو. احنا شفنا ده كتير احنا عدينا على ده كتير معاك. وبنعمله بنفس الطريقه. انا على فكره ومش بس الاهلي، وقلتها لك في اول الحلقه، مش الاهلي بس، الفرق المصريه عندها المشكله دي. بنعدي على نفس الحاجه بنفس الطريقه. زي مثلا ايه، منتخب مصر في افريقيا، منتخب مصر في كاس العالم العادي، انت بتعدي بنفس الحاجات. ايام كاس القارات انت قوي جدا بس عديت بنفس الازمه. واحد صاحبي اهلاوي قال لي ايه، قال لي ودي فكرت فيها، قال لي تعرف ان ده اكتر حاجه حرقه دم ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ان انا هو ده اهلاوي واهلاوي متعصب تمام. قال لي يا نادر انا الفكره كلها في حاجه، ان احنا عاملين مهتم الاهتمام ده كله وصارف الصرف ده كله وبلعب بالحميه دي وبلعب فرقه وحشه جدا مش مهتمه اساسا زيها زي فرق اوروبا اللي مش هتبقى مهتمه بالبطوله، لان كل اللعيبه بالنسبه لهم الفتره دي فتره الاجازات بتاعتها، وما عملش نتيجه. فاهم قصدي؟ وما عملش نتيجه. قال لي الماتش اللي فيه تنافسيه هتلاقي فعلا ماتش بالميراس عكس ماتش بورتو. طبعا. ليه؟ علشان فرق امريكا الجنوبيه زيك، فرق امريكا الجنوبيه عايزه الفلوس، فرق امريكا الجنوبيه عايزه المجد ده، فرق امريكا لعيبه امريكا الجنوبيه عايزه، سيبك ان هو معاهم نجم تشيلسي الجاي، تشيلسي متعاقد مش فاكر اسمه ايه، عنده 18 سنه. عيل. ما هو ده بالنسبه لنا عيل. هنشوف العيل ده هيعمل ايه الماتش الجاي يوم الخميس. لا ما هو الايام اللي جايه ديت واللي احنا كلنا بنهبل فيها، ان هو اللي احنا فاكرين ان هم عيال دولت، هم دول اللي جايين. ده بالظبط، مش اللي جايين، لا هم دول اللي موجودين دلوقتي الحاليين بالظبط. طب انت اللي هي القطاعات اللي احنا اصلا رامينها في الزباله عندنا في مصر، اللي هي ماشيه، اللي هي يا باشا عايز مكان بس خلاص اقفل على هنا. مينا ابن حبيبي، نادر ابن حبيبي، ابن حبيبي وابن حبيبي بالظبط كده هنغني. طب انت شايف بقى الاهلي هيعمل ايه بالميراس؟ ما هي دي مشكله، الاهلي ملوش ملكه، والفرق نفسها اللي بتبقى موجوده ملهاش ملكه. انت ممكن تلاقي الاهلي بسبب اللي حصل في الماتش دوت، تمام، تلاقيه جازز جامد جدا في الماتش الجاي ويلعب ماتش حلو جدا ويكسب وعادي جدا. وممكن تلاقيه عامل ماتش دفاعي حلو جدا 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 وبالميراس مش عارف يعدي ومرخمين ومغلسين وبتاعه، في لحظه يروح يجيب جون. طب انا عايز اقول لك على حاجه، هو الاهلي ظهر بالشكل ده لقوه الاهلي ولا لضعف انتر ميامي؟ الاثنين. بس يعني اقول لك على حاجه، لا الاثنين فعلا. يعني هو لو قوه الاهلي فالاهلي هيظهر بنفس الشكل ده قدام بالميراس. انت عندك مشكله ان انت في الماتش دوت ملوش ملكه اللي هو بتاع انتر ميامي، علشان انت في تقيله اسمها ميسي. تمام. لو ميسي اختفى الماتش ده كان كله هيبقى متغير عن كده. لا هو الماتش كده كان متغير، والماتش الاهلي يكسبه 4 في وجود ميسي. معاك تمام، بس انت حاطط حسابات قد كده هوت علشان ميسي، وده منطقي. اقول لك على حاجه انا شايف ان ريفيرو، انا مش هتكلم ان ميسي ملوش مزاج وبتاع، لا ميسي في الملعب يعني ما فيش حاجه اسمها كده وبتاع والكلام ده، بيستمتع الراجل، بيستمتع بالكوره. بس اقول لك على حاجه، انا شايف ان ريفيرو والاهلي ولاعيبه الاهلي نجحت مروان عطيه. ما انا لعيبه الاهلي ما لان مش طبعاً مروان عطيه بس يعني بالنسبه لي حتى تريزيجيه، فاهم، اللي كان بيرجع يعني مروان عطيه لو كمل بنفس الطريقه او بنفس الشكل دوت، اللي هو انا شك ان هو يقدر يكمل الماتش الجاي بنفس الطريقه، يعني متخيل ان هو هيخرج وهيدخل حد تاني مكانه لازم، علشان هو مش هيقدر. لا وخلي بالك بقى في حاجه كمان، هو استنفس، هو لا يعني هو لعيبه اخلص بس الحته دي، ان ريفيرو ولاعيبه الاهلي قدروا ينجحوا في اللي هم كانوا عايزينه. على فكره هو ده التارجت اللي كانوا عايزينه، ان ميسي يظهر بالصوره دي، كورتين في العارضه وهو بس ده ميسي انت مش هتعرف تسيطر عليه، صح، بس انت عملت على قد ما اللي هو كده، هو انت حاولت تلم على قد ما تلم، وده اللي حصل. فاهم انا انت في لحظه ما زهقت ميسي، خليته ينزل على الدايره يستلم بالظبط. فاهم الفكره، في عندك من الدقيقه 15 للدقيقه 30 على المابس اللي معانا كمان، ومش بس اللي احنا شفناه، هو موجود على الدايره. لا انا عايز اقول لك بقى على حاجه تانية خالص بقى، انت تعرف ان اشرف داري تم انقاذه من العالم؟ ايوه، ده انت شفت دخل في ركبه ميسي ازاي؟ انت فرحان ليه كده؟ اصل انا عمال بفتكرها لغايه دلوقتي. انت متخيل ان هي عدت، هو ما اتصابش الحمد لله يعني، وهي عدت عادي. انت انا مسكت ميسي ركبه. انا قلت ميسي قعد طول السنين دي ما حدش قادر عليه، واشرف ده اللي جاب له الباص صليبي.
عادي بطلوا كوره. عادي. انت فاهم الفكره؟ فاكر نيمار لما كان بيلعب كاس العالم للانديه والمدافع دخل بظهره جاب له كسر. في كاس ظهره. العالم، لا كاس العالم كان كاس العالم ولا ماتش كاس العالم كولومبيا، ده ماتش كولومبيا اللي قبل ماتش المانيا. ماشي. ده كان ماتش كان ماتش كده. لا صدقني كان كاس العالم للانديه وكان ماتش ملوش لازمه. كاس العالم اصل انا فاكر ان هو كان ماتش ملوش لازمه. ده كان كاس العالم وكان كاس العالم 2014. والماتش ده رودريجيز جاب الجون فيه اللي خد احسن جون في البطوله تقريبا، وخد احسن جون في ماشي. ممكن اكون انا مش فاكر كويس، انا في الذاكره زفت. لا اتصاب في ظهره مميته. دي كانت هتقعده في العموم بقى. لا بالظبط. انا عشان كده بقول لك لا، في لقطات كده. انا عايز اقول لك على حاجه. انا اول قهوه لقيتها مره واحده كلها. انت سخنتني ان انا افتكر اللقطه دي. تخيل بقى. هي اللقطه عيب عليك. صدقني انا مدور عليها. كمل كلامك. انا بقول لك هي الحته بتاعت اشرف داري دي. انا اول مره اشوف القهوه او الناس عموما سكتوا كده، اللي هو انا حاسس ان مش القهوه بس، هي العالم كله هو وقف ساكت. أيوة مستني. أيوة. ميسي هيقوم ولا مش هيقوم؟ يعني انت فاهم الفكره. لقيتها ولا ايه؟ انا بقول لك ما تدورش، عشان انا بقول لك متاكد من اللي انا بقوله لك. هو انا الغريبه ان انا عمري ما بقفش في نظريه ان انا ابقى انا فاكر صح. ده كان ماتش كولومبيا واللعيب ده كده اسمراني شويه. تمام صح. كولومبيا صح. عيب عليك. انا بعتذر. انا لازم برضه اشك في ماتش دور الثمانيه في كاس العالم 2018. كولومبيا صح. اصل انا لا فاكره ان هو كان ماتش ملوش معنى. وديفيد لويس جاب جول في الماتش ده. استنى. لا ده انا افتكرت اللي حصل معاك الكلام دوت. ديفيد فيا. انت ده ديفيد فيا افتكرت حاجه. دي لقطه ثانيه. كان كاس العالم للانديه وكان ماتش عبيط وهبل وضيع له حياته تقريبا. ده 2011 من بعدها ما عرفش يرجع. 2011 افتكرت الموضوع ده. اصل كان تقريبا كان 2011 بتاعت اليابان وسانتوس. ما تسالنيش عن تواريخ. اصل البطوله دي تقريبا انا عكس شادي حبشي. ولا 2015. انا عكس شادي حبشي. انت يعني هتسالني النهارده تاريخ ايه؟ انا اقول لك ما بص، هي 2011 اللي هم لعبوا فيها في الفاينل سانتوس كسب وبرشلونه كسب 4 لما كان نيمار في سانتوس. كان فريق عربي كان بيلعب برشلونه. لا عربي كان فريق عربي بيلعب برشلونه وكان ماتش ملوش اي اتنين معنى. ما علينا. احنا ممكن نقطع الحته دي اصلا. لا تمام. لا عادي. لا انا في التاريخ صعب شويه. نعم. فالماتش الجاي الاهلي لا ملوش ولا ليه ملكه، ولا حتى هم يقدروا يدرسوا الاهلي منه. يعني ما اقدرش اقول لك مثلا ان فريق تحليل الاداء هيمسك بقى فريق الاهلي ويقول احنا بقى نخلي بالنا من كذا ونعمل مش عارف ايه. في بقى نقطه باشا انت عندك بره ناس تانية خالص. ممكن تنزل اليو ديانج، وممكن تنزل اسمه دوت اشرف بن شرقي، ممكن تنزل طاهر اصلا من البدايه، ممكن تنزل جراديشار من البدايه. انت عندك حاجات كتير قوي. كوكا ممكن ما يلعبش خالص وتلاقي عندك كريم الدبيس. انت عندك كميه حاجات ممكن تحصل هم ما يعرفوهاش. انت هتلاعب لعيبه كوره يعني. ماشي. مش هتلاعب انتر ميامي ومش هتلاعب بورتو. انت هتلاعب لعيبه كوره، عايز لعيبه كويره. في نفس الوقت هم اجسامهم اقوى بكتير. فمروان عطيه هل هيقدر باللي عمله ده هيقدر يكمل؟ لا. ولا لازم تلعب بديانج؟ لازم ديانج، لان مروان كورته اقل. لازم ديانج كورته اعلى. لا وديانج بدنيا اقوى. حمدي فتحي هتلعب بحمدي فتحي. لازم حمدي فتحي لانه برضو غلط. يعني عارف انت مش قصدي كلمه غلط. فاهم غلط كرويا يعني. في الكوره لا غتت. ايوه دي حقيقه لعيب غتت وممكن في كورنرات يلقط لك حاجه. فدي برضو حاجه لطيفه. فاهم قصدك. يعني انت شايف ان ممكن التشكيله الماتش الجاي مختلفه تمام؟ مش هيلعب كوكا. ما اعتقدش ان هيسيب كوكا يفضل يلعب. كريم الدبيس ولا حطيت الله؟ انا بشوف ان الدبيس بامانه مظلوم. انا بحب كريم الدبيس جدا. يحيى عطية الله كويس بس لغايه دلوقتي ما ادالكش الحاجه اللي تقول ان هو ايوه بقى لقينا بقى ايه خليفه علي معلول. ما يحيى عطية الله انا بشوف ان الاهلي انا اسف في الكلمه شربه. ماشي. ومصلحه للاهلي ان هو كان يبقى اعاره. طب ما يبقى انا لو انت بنقول نفس الكلام. انا يعني بقول لك انا بشوف ان كريم الدبيس ولي لا بس في ناس بتقول لك يحيى عطية الله خبرات ولعب كاس عالم وكان بيلعب ولعب كاس عالم انديه مع الوداد ومش عارف عمل عرضيه امبارح. خبرات اهو الراجل خبرات. انا محمد هاني لعيب على مستوى على مستوى الشخصي مش ما عنديش اي. عارف ان هو لغايه دلوقتي في دماغنا كلنا ان هو ناشئ.
زي عمر انا جابر. لغايه دلوقتي زي عمر جابر، الله ينور عليك يا عمر باشا. جابر انا ما اعرفش ايه المشكله في ازمه باكات الشباب اللي كلهم ناشئين عندهم 30 سنه دول. ما اعرفش، مش عارف بأمانة. يعني مش عارف في ايه. على فكره خلي بالك دي ازمه كبيره جدا. عشان احنا ما بنطلعش عيال صغيره تلعب بجد. فانت اللي طلعوا انت لغايه دلوقتي لسه شايفهم ان هم عيال صغيرين. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كده احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كده من دائري ميامي كريم الدبيس. الاوسطي على كريم الدبيس. هنا على طول. فانا عندي اقتناع ان هو مش كوكا اللي هيلعب. كوكا تمام. كان موجود علشان ميسي، عشان هو لعيب يقدر يحطه كفكره لعيب خط نص. طب يعني هيرجع انا في حاجه، اصل ريفيرو كان بيلعب بحمدي ساقط ورا، يعني مش 3 بس، اللي هو ايه بيلعب داري وياسر وحمدي ساقط في النص، يعني مش ساقط بس اللي هو عارف انت لو هو ساقط على نص الملعب شويه على الدايره، معاك ماشي. دايره نص دايره ال 18 فاهم قصدي. وعندك كان بيلعب بامام وكان بيلعب اهو. وكان بيلعب بمروان. كان امام قدام وراس مثلث من الاخر، فاهم قصدي. اهو يا باشا. ما انا بقول لك، ما هو نفس اللي انا قلت لك فيه، فاهم. هل ده بقى الشكل ده هيتغير دفاعيا مش هجوميا؟ ما اصل انت خلي بالك، انت لو غيرته دفاعيا هتغير هجوميا. انا ما اعتقدش ان احنا هنغير قوي في طريقتنا في الدفاع او في الطريقه عموما في الدفاع. هو فكره ان انت مش لكن هتشيل انت كوكا. هتدي لنفسك الاوبشنز بتاعه ان هو يبقى عندي باك شمال يقدر يطلع يعمل عرضيه، يبقى عندي باك يمين يقدر يطلع يعمل عرضيه. محمد هاني. بس انا عايز اقول لك إن شاء على الله. حاجه بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. هو فكره ان كوكا مريح جدا تريزيجيه، يعني انا ما اعتقدش ان هو هيقعد كوكا. لا معلش، هو تريزيجيه معلش بالخبرات اللي عنده وان هو جاي من بره ومن اوروبا وي 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 ومن كل الحاجات الحلوه ديت، ما هو موجود كان في اوروبا ليه؟ علشان هو كان بيقدر ان هو يهاجم كويس ويدافع كويس. مفيش حد بيفضل في اوروبا لو هو ما بيدافعش كويس زي ما بيهاجم كويس، حتى لو الدفاع مش قوي زي الهجوم بس بيدافع. انا عايز اقول لك ان انت هتلعب بوينج، هيتلعب عليك وينجين حريفه كوره. طيب ما هي دي اللي انا بكلمك فيه. هتلعب بكريم الدبيس يطير، وهتلعب بتريزيجيه طاير كده. مين اللي هيكون موجود عندك؟ مروان. انا عندي اقتناع ان هو انت لازم تغير في حاجه، علشان هو ما انت لازم تفاجئه. خلي بالك انت في قوه جامده جدا بالنسبه لك راحت، واللعيب اللي بيقدر يطلعك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، والموجه اللي بيعملها. امام في الموجه اللي بيعملها دي خطير، ولعيب يعني فاهم حريف. مش قد محمد هاني. شفت محمد هاني بيستلم ازاي؟ بيستلم كده. شفت محمد هاني بيرقص ازاي؟ شفت محمد هاني بيرفع ازاي؟ انا شفته بيترقص. انت فاهم الفكره. على فكره انا بحبه جدا. انا بحبه جدا. على فكره انا دي يعني الناس انا بحب قفشه. بس انت عارف بقى ان انا عندي اقتناع، وبرضه ما اعرفش احنا ليه هنوصل في الحته ديت، بس ماشي. عندي اقتناع الناس ان اللعيبه بتبقى فاهمه كويس قوي امتى الجمهور بيحبها بجد، فبتبتدي ايه تريح تفخم. بس انا عمري ما شفت محمد هاني كان عالي وريح. لا هو مؤخرا لا مريح. هو مؤخرا مريح. يعني كان في حاجه عاليه عنده. لا ساعات كان ساعات بقى منها كان بيعمل عرضيات. امتى؟ لا ما تسالنيش عن امتى. بص انا بس صدقني فعلا لا كان في وقت لمحمد هاني كان كويس اللي هي فتره كاس العالم مع موسيماني لما جاب الجون في الامارات، يعني في اللي هي الشوطه دي اعلى فتره لمحمد هاني مع الاهلي. هو راجل ناشئ، نعمل ايه طيب؟ انتوا دعمتوا في كل الكلام ده وما جبتوش باك يمين. عادي اللي خلى جوارديولا ما جابش باك يمين، يعني اشمعنى؟ طبعا بقول لك ايه صح، هو جاب باك يمين ولا لا؟ ما عندوش، ما كانش عنده السنه اللي فاتت. لا هو عايز يجيب ريفر عشان ألدغ ليفرامنتو. صح. انا قلت صح؟ انا مش ألدغ بس كنت هقولها غلط عادي. اللي هو كان في ساوث وبعد كده راح نيوكاسل. هو عايز يجيبه بس بعد كاس العالم. ماشي. دمفراس هيفضل في انتر. هو ما اعتقدش ان هو هيمشي السنه دي، يعني لو هيمشي السنه الجايه، بس انا متوقع ان انت عارف ان احنا بنهبل قوي في ايه. احنا دخلنا في حتت كتير. ايوه ما احنا بنتكلم على كاس العالم. ايوه صح، ده كاس العالم. بنتكلم على كاس العالم. بنتكلم على كاس العالم. أيوة. طب نخش على باقي الانديه احنا بنتكلم ان احنا فعلا ما جبناش باك يمين وما عندناش باك يمين. خلي عبد الفتاح مثلا، مش عارف. عمر ايه اللي حصل له صحيح؟ بيغني، ما عرفش ياخد اللقطه. بيغني حفلات الساحل وبتاع. احنا جالنا برضو من عندكم شويه ناس كويس الحمد لله، كانت كواليتي كويسه، بس لما جم عشان ياخدوا اللقطه. هو الفكره ان هو لما كان كويس كان في المصري الفتره اللي هو عمر كمال كان كويس في الفتره اللي كان هيجي لنا فيها. تمام، اللي كان الكود توقف فيه. تمام قصدي اللي هو كان اني مره في يوم يا باشا، اللي هو احنا صح، احنا كل اثنين وخميس. مش قصدي لا هو ده حقك. اللي هو الفتره اللي جه
وطلع بعد كده قال لك احنا وديناه اعاره المودرن. فهو تألق مع هو مش طلع اعاره طبعا، ده كان عقد، بس اللي هو ايه تألق بقى مع مودرن. فاهم هي دي الفتره البيك بتاعه. في لعيبه كده لما بتوصل لليفل عالي، وفي لعيبه لما بتوصل للاهلي والزمالك ما بتعرفش هي بالظبط كده، ما بتقدرش تلعب تحت الضغط، ما بتقدرش تلعب تحت الميديا لما بتقعد تتكلم عنها وتقول والجمهور ينزل والجمهور يقول. اقول لك على حاجه برضه معلش يعني، ما احنا يعني اللعيبه دي بتتابعنا يعني، اكيد طبعا بتشوفنا اكيد طبعا، وبيزعلوا وبيبعتوا مسجات وبيبعتوا كلام وبيبعتوا حاجات اندايركت للناس، يا باشا اقول له يخف عليا شويه. فاللعيبه وصلت في حته مش حلوه يعني. عشان كده انا بالنسبه لي انت بتقول لي حقه مش حقه، فانا بقول لك لا مش حقه. لما رجعنا واتكلمنا على حوار هنرجع هناك تاني. لا اصل انا واحد، بص انا بالنسبه لي بقى درجه ثالثه، فاهم الفكره؟ فلا يا جدعان مش ما باخدش صف اللعيب في اغلب الوقت، ما باخدش صف اللعيب، لان اللعيب دلوقتي غير زمان. انت بتقول لي ابو تريكه، لا هو ابو تريكه مختلف عن زمان، الجيل ده كله كان حازم امام كان مختلف عن زمان، فاهم؟ كله نظرياتهم للحياه مختلفه، نظرياتهم للحياه مختلفه. واقول لك على حاجه، لعيبه كتير جدا عندهم مواهب بس هم ما مش مركزين فيها. شيكابالا، لا سيبك من شيكابالا، انا بتكلم في الجيل اللي موجود دلوقتي. واحد زي فتوح مثلا، شيكابالا لغايه دلوقتي امهر واحد في الناس دي كلها. انت متخيل؟ دي كارثه. شوف بقى له قد ايه. دي كارثه اساسا. يعني انا بالنسبه لي اخر 3 لعيبه لعبوا كوره شراب في مصر: عبد الله السعيد، شيكابالا، وليد سليمان. وعبد الله مش مهاري، معلش، كرة شراب يعني، فاهم؟ التحكم في الكرة في رجله، فاهم الفكرة؟ يعني انا بالنسبة لي مين امهر واحد في الشلة دي كلها الجيل ده كله؟ فتوح. ماشي تمام، دماغه في الكرة مش في الكرة خالص. هو ده لو ركز 10% 20% في الكرة ده هيروح في حتة تانية. احنا عمالين نخرج ونيجي نخرج ونيجي. طب تعالى نروح بسرعة كده الأندية. لا نكمل بس الحتة بتاعت الأهلي. انت متخيل الأهلي مع بالميراس هيعمل ايه؟ او هيلعب بشكل ايه؟ الطريقه شكلها هتبقى ايه؟ لا انا مع ان ده سؤال صعب على فكره. لا ما سؤال صعب عشان انت مش شايف بقى انت ايه اللي هيحصل يعني. مش شايف رد الفعل هيبقى عامل ازاي، بس انا شايف ان الماتش هيبقى اصعب على الاهلي طبعا. الفرقه هتبقى متوازنه اكتر بالنسبه لبالميراس، لاعيبتها هتبقى عندها مفاتيح لعب اكتر بكتير. تمام، احنا ما شفناش في جديه اكبر. لا وفي جديه اكبر. هم ده بقى امريكا الجنوبيه واخده البطوله. يعني انا اقول لك على حاجه، ممكن ماتش بورتو للاهلي هيبقى اسهل من بالميراس. فاهم الفكره؟ ليه؟ ممكن الاهلي يكسب بالميراس ويخسر من بورتو، بس انا بتكلم في صعوبه الماتش، اللعيب الاوروبي هو التنافسيه اللي في الماتش. انا بالنسبه لي البطوله دي بالنسبه لي مش يعني فاهم الفكره؟ لكن لا، في انديه افريقيا وانديه اسيا وانديه امريكا الجنوبيه البطوله دي بالنسبه لهم حياه وموت. بالظبط. انديه اسيا مش عشان الفلوس، علشان ان هم ان هو انديه اسيا واخداها بنظريه اللي هو احنا كمان صرفنا كتير قوي علشان اصلا احنا نبقى لينا اسم وصيت وبتاع. بالظبط. انديه افريقيا يا باشا انا التعادل بيجيب لي فلوس. بالظبط. انديه امريكا الجنوبيه تسويق عشان على الاقل اجيب التعادل ده، التسويق. فاهم الفكره؟ بالنسبه لبالميراس اللعيبه وبتاع ومش عارف ايه وعامل مجد شخص. لا انديه اوروبا لا هم جايين يكسبوا. انا بقول لك على حاجه، انا لعيبه اوروبا بالنسبه لي هياخدوا دور المجموعات ده فسحه. يعني بعد كده لا هيبتدوا. يعني انا مدريد مثلا مش هشوفها في البدايه مثلا نازله جزه لا وبتاع. بس لازم تجز قدام الهلال، لو ما جزش قدام الهلال لا ما مش هيشوف لا انا بالنسبه لي مش مانشستر سيتي. انا بقول لك اهو دلوقتي الهلال ممكن يكسب ريال مدريد عادي جدا. لا ممكن يكسب ريال مدريد وريال مدريد هتتأهل. ما هو بقى الجزازان على نفسها. الجزازان في بعد كده. يعني هل باريس سان جيرمان مثلا بطل تشامبيونز ليج هيلعب البطوله دي بنفس الطريقه؟ مين في المجموعه بتاعت باريس سان جيرمان؟ انا مش متذكر بصراحه. استنى اجيب لك، لان المجموعه دي تقريبا هي المجموعه صعبه. في المجموعه لا هي اصعب مجموعه اللي فيها اتلتيكو باريس لا استنى، في مجموعه اللي فيها ترجي ويوفنتوس العين يوفنتوس مانشستر سيتي. دي المجموعه قال لك من وجهه نظر انا رامي ربيعه هيقفوا مع بعض يبدلوا التيشيرتات وبتاع والكلام ده. تعالى نشوف المجموعات. نفتح كوره ستاتس. طبعا بحبهم قوي. هم شاطرين جدا. لا انا كمان بحب يعني انا ليا علاقه لطيفه باصحابهم. ففعلا هم منظمين وشغلهم مريح يعني، فاهم؟ من الاخر مش معقدين الدنيا يعني.
في كده في حاجات كده املا في حاجات كده تحس ان هم بيعقدوا الدنيا عشان يبينوا ان هم جامدين، فاهم؟ مع ان الجمدان في بص السهوله. يا سيدي، اتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل. طب ماشي، ده بقى على ولا اي فكرة. حاجه، ده لا سيبك من سياتل. بوتافوجو يعني عارف ان هو كاسم تقيل، لكن في الاخر على فكره باريس واتلتيكو بوتافوجو تقريبا بطل ليبرتادورس. ايوه، ما هو ده اللي باتشوكا كسبه. في عندك بايرن واوكلاند سيتي بنفيكا بنفيكا وبوكا. دي مجموعه لطيفه على فكره. سيبك من بوكا أوكلاند. بوكا هيبقى بوكا وبنفيكا وبايرن، لا ده يعني في هنا شغل حلو يعني. اوكلاند ماشي. هياخد على وشه كتير يعني. في عندك 3 نقط كده كده بادئينهم ما هو الماتش النهارده هم بادئينهم ب3 على طول كده. وعندك تشيلسي والترجي وفلامينجو ولوس انجلس. يعني عادي الترجي لو غلس شويه هيصعد على فكره، عادي جدا. هو الفكره كلها في ماتش، اقول لك انا بقى على حاجه، ماتش تشيلسي اللي هيشيل اجوان اكتر من صح ايوه ولا بأمانة هيخرج يعني هو المنطق بيقولوا ان هو تشيلسي وفلامينجو. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ما هي المشكله اوبا جينا بقى إيه؟ لاصعب مجموعه. ايه؟ مونتاري المكسيكي ده راموس. اوراوا ريدز الياباني. وريفر بليت والانتر. مجموعه بص ضرب نار. بس انا ما اعتقدش ان هو ضرب نار. انا بهزر. ايوه، ما انا ايه ده؟ انا بهزر. بس هي مونتيري يعني نفس الفكره مونتيري ولا اي حاجه، راموس وبتاعه ولا اي ولا حاجه اي حاجه. انت كل اللي هيطلع من المجموعه دي المفروض يصعد يعني الانتر وريفر بليت. ده كده وممكن ريفر بليت لو يطلع اول مشيت أساسي. منطقيه يعني. مدرب جديد كييفو مع انتر ونشوف الدنيا. يا ولاد اللعيبه ايه؟ اولسن هاينداي وبروسيا دورتموند وسان داونز فلومينيزي. لا دي بقى مجموعه تتفرج عليها. فاهم يعني؟ دي المجموعه. لا انا عايز اتفرج على المجموعه دي. انا عايز اتفرج على المجموعه دي ودي اللي هي اليوفنتوس ومانشستر سيتي والعين والوداد. والوداد. انا عندي اقتناع اصلي ان الوداد عامل زينا شويه، زي الاهلي شويه. فاكر هو اهل نفسه للبطوله ديت، المفروض ان هو اهل نفسه كويس. انت عارف الوداد انا فاكر اني مجموعه، عشان كده قلت لك لا بعيد مع الهلال والريال مدريد. لا لكن هو المجموعه دي حلوه، انا عجباني جدا. يوفي مش احسن حاجه. السيتي بالزبط. هتاخد الموضوع، هو هيجرب لعيبه ويجرب هيلعب في المجموعات زي ما انت بتقول، وبعد كده هيجز في اللي بعدها. انا بشوف ان انديه اوروبا مش حطها تارجت. يعني اقول لك على حاجه، اللعيبه بتهزر يعني، مش رايحه بتهزر، فاهم؟ رايحين امريكا كانها بطوله. انا بقى عايز اتفرج على الماتش بتاع الهلال وريال مدريد. ده كده ريال مدريد والهلال وسالزبورج وباتشوكا. باتشوكا ياخد على وشه. ما هلال ومدريد انا عندي اقتناع ان الهلال ومدريد لو ما نزلش جز مش هياخد اول مجموعه. الهلال ياخدها منه. انا مختلف تماما. مدريد هينزل يكسب. ما انا بقول لك اهوت، ما لو خدها كفسحه. لا مش جاهز. لان حتى لو الهلال لا فريق تقيل قوي. اصل انا كنت السيزون اللي فات دوت يعني انا اسف طبعا في الكلام اللي انا هقوله دوت، بس كان في اليوم بتاع الماتش بتاع الاهلي والزمالك تقريبا كان بيتلعب الماتش بتاع الاتحاد والهلال. انا كنت بتفرج على ماتش الهلال والاتحاد. مش فاكر. لا مش فاكر. هو اتلعب واحد. ايه ده؟ لا انا اصل كنت هقول لك على السوبر الافريقي والسوبر المصري. لا كان في ماتش انا ما بتفرجش على ماتشات الاهلي والزمالك يا جماعه. تصريح انا ما بتفرجش على ماتشات الاهلي والزمالك لان بلاقي نفسي بتروح لحته بعيده. لا وشي يحمر وضغطي يعلى وضربات قلبي تقعد كده. ف ما بسمع عنها لكن ما اشوفهاش يعني. ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس هو ده انا يعني. فاتفرجت على ماتش الهلال والاتحاد وكنت محصور في يومها يعني. تخيل بقى، كنت متضايق جدا لان هو كواليتي الكوره اللي كنت بتفرج عليها كانت حلوه قوي. تخيل ان انا في نهائي الكاس يوم الوقفه اتفرج انا في الاستاد زمالك وبيراميدز، وفي سيمي فاينال نيشن ليج فرنسا واسبانيا. فرنسا واسبانيا كان ماتش. لا كان فرنسا واسبانيا. البرتغال كان تاني يوم. انت بتقول فاينل؟ سيمي فاينل. سيمي فاينل ماشي. 5-4. فانت متخيل فرق الكوره. احنا بنلعب لعبه كنت بتفرج عليه. لا احنا بنتكلم اصلي على السعوديه، فهي مش بعيده عننا المفروض يعني. بالظبط. لا هي بقت بعيده او كانت اهو. انا عدلت. انا اسف انا عدلت. بعيده. فبتتكلم على ان هو انا الكوره اللي شفتها ولما كنت برجع للماتش بتاع الاهلي والزمالك ابص بصه سريعه، مش فاكر حتى اهلي وزمالك ولا بيراميدز واهلي ولا حاجه كده. انا ما ركزتش قوي يعني. تمام. تحس ان هو في سلو موشن حاصل.
ايوه طبعا. في اللي هو ايه، انت جاي من عارف انت الريتم اللي انا كنت فيه من شويه اللي هو الهلال وريال مدريد بقى كده، في اللي هو الاهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض. ايوه ما هو ده هيرجعنا لحاجه معينه انا مش عايز ارجع هناك. انا مش عايز اروح هناك. ما ده هيرجعنا لحاجات تانية، مش عايزين نروح هناك. طب انت مثلا لا احنا اوعدني ان احنا نتكلم عن الكره المحليه بجد، اللي هو الاهلي بقى والزمالك. انا بالنسبه لي عايز تعمل حاجه ثابته للناس، حاجه مثلا ممكن في الاسبوع مره. احنا اوريدي عمالين مفتحين في كلام كتير قوي اهو دلوقتي، والكلام بيجيب بعض تمام، ولا اتكلمنا عن الماتش الاهلي. احنا المشكله ان ماتش الاهلي احنا اتكلمنا في الجزء اقول لك على حاجه هقولها لك بمنتهى الامانه. احنا لو حاولنا نتكلم كتحليل بجد عن الماتش وان احنا نمسك الماتش بنهزر، لان اوريدي في ناس خلاص هي زهقت من الماتش يعني. احنا بنتكلم كلام معاكم احنا، وبعدين برضو مش هنعملها لا ايه وبنحلل والتاكتكس. لا يا باشا انا هحلل، انا واخد كورسات تحليل اداء. لا تمام ما تهزرش. لا ما هو تحليل بس تمام، ما عملناش بيه حاجه النهارده. هو لسه عارف الكلام ده امتى؟ يعني احنا ممكن مثلا نقيم الاهلي مثلا في دور المجموعات لو اتاهل، نقيم مثلا بعد انا على فكره ماتش على فكره احنا المجموعه بتاعتنا معكوكه، احنا مش معروف مين هيصعد منها. ما على فكره يا مثلا عكس مش بس عشان التعادل اللي حصل، هو التعادل عشان ده في تقيله اسمها ميسي وبوسكيتس، يعني في مجموعه لعيبه متقله ومديه هيبه كده انتر ميامي. اقول لك على حاجه كمل. ميسي عايز يخرج. ممكن يخرج اللي هو كفسحه. لا يخرج. لا انا بجد يخرج هو على فكره مش تقليل عشان الناس هتفكرني ان انا بقلل من البطوله او مستحيل طبعا. انت عندك اقتناع ان هو عنده اكتفاء من الاخر والميعاد بتاعها مش مناسب ليه، واللي لعيبه اوروبا كلها على بس هيخرج منها وبعد كده يعمل ايه؟ ما انت بتقول لي ان الدوري لسه شغال، فما هو هيخرج منها وهيروح يلعب في الدوري. ما هو الفكره كلها ان انت بتضغطني ليه، وخلي بالك هي لعيبه اوروبا كلها بتضغطني ليه دي بقى هتسمعها كتير قوي اعتقد على السيزون الجاي او اللي بعده. هتلاقي اللعيبه واقفه كدهوت من اللي هي ديت. اللي هو يا جماعه ارحمونا احنا مش قادرين. ده وتخيلاتي ان هو عدد التغييرات هيبتدي يكبر اكتر، زي مثلا هم بيفكروا مثلا عشان هم حاسين ان متعه الكوره بتقل شويه، يبقى يا باشا كبر لك الجون. لك الجون. انت عارف ان ده اقتراح اتقال قبل كده اهوت، الجون يكبر شويه ونحط 2 حراس. لا يكبر الجون شويه، زي فكره التسلل. هم ليه عايزين يغيروا التسلل؟ عشان هم حاسين ان المتعه قلت والمتعه جايه من الاجوان، فاهم؟ لازم اللعيب يبقى كله على فكره. بص اقول لك على حاجه، الاقتراح ده طبعا ارسن فينجر. وانا بالنسبه لي ارسن فينجر اي حاجه يقول عليها هي صح. لا فانا بالنسبه لي يعني طب اقول لك على حاجه. اقتراح انت خدت بالك من اقتراح الهاند بول في منطقه الجزاء؟ انهي واحد فيهم؟ عشان هي بتتغير اي لمسه هاند بول من اول الحته دي حتى كده من هنا لهنا كده والله بجد ضربه جزاء. انا مع الاقتراح ده جدا. ما فيش بقى اصل هو مش قاصد، اصل تشريحيا، اصل جسمه، موافق علشان هي بتلعب فيها كتير، بتدي بلبله كتير فيها لعب كتير قوي يعني زي الكره اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي بتاعه الطرد، اللي هو ممكن يعديها، ممكن ما يداش انذار. هي لو ضربه جزاء هو ممكن ما يداش ضربه جزاء، علما ان الحكم مش عايز يغلس كان على الاهلي. لا هو على فكره ضربه جزاء كان ممكن ما يدهاش. على فكره الحكم ما عملش حاجه غلط. انا شايف بس ان هو فكر بعقله مش بالقانون فيها في اللحظه دي اللي هي بتاعه الطرد، لكن هو معلش يعني كان ممكن ما يديهاش ضربه جزاء. بس انا عايز اقول لك حاجه ما فرقتش، يعني هو كده الواد مش موجود. يعني كده الواد مش موجود، هم العيال مش موجودين. انت فاهم يعني هم في عدد مش موجود منهم. هم انا ما اعرفش هو ده بقى عشان كده انا قلت لك ايه، هو الاهلي كان جامد ظهر بالمستوى ده لسوء انتر ميامي الرهيب ده بقى هنشوفه الاثنين. هنعرفوا اكتر في بالميرس صح بالظبط، مش عشان حاجه بس عشان برضو حتى لو انتر ميامي فريق مش قوي وهو فريق مش قوي، بس انت عندك حسابات مختلفه للماتش دوت. افتتاح كاس عالم على ارض المفروض انتر ميامي في لعيبه انت فعلا تخاف منها ان انت تغلط قدامها، لان هو سواريز ده على قد ما هو ما لمسه، شفت اللمسه اللي حطها هو في ثانيه ممكن يجيب جون. يعني اديله بس حته كده اهوت مع كوره لطيفه بالنسبه له هيجيبها جون. ما هو برضه احنا ما بنتكلمش على اشرف كوخه وعلي علوكه. انا بقول لك احنا بنتكلم على لعيبه. ميسي لما زهق قوي راح عمل الكوره من بعيد، قال لك هحطها لوب فيه وجت في العارضه يعني. لا وجاب لي الواد انزلاق يعني. الشناوي فضل ماسك ظهره فتره يعني. فانت بتتكلم في لعيبه انت لازم بتعمل لها حساب كويس قوي، حتى لو هي كبرت في السن، حتى لو هم فتنس
مش عايزين قوي يدوا، حتى لو هم زي سواريز لسه جاي من المصمت. لا هو بقى هو صعب كله جداً، أكلة صعب تقيلة جداً، كده هو. صعب جدا التيشيرت اساسا. بس بقول لك ايه، هو الاول كمان كان اوحش من كده. ده كنت لما بتفرج كان عليه في بقى ناسيونال لما كان في ده جاي كان جايب كرش. هو كان في غريميو البرازيلي، وبعد كده راح ناسيونال الاوروجواياني، وبعد كده راح انتر ميامي. هي المنظومه دي كلها مش حلوه عموما. يعني مش هو عاجباني. بص، هو بالنسبه لي اول ما ساب اتلتيكو هو خلاص كده بطل. هو لازم يبطل خلاص. هو رايح مع ميسي عشان بيهرجوا. صحاب ما وشركاء انا بقول لك هم بيهرجوا. تعالى العب معايا قلبه، تعالى العب معايا تعال العب معايا بوسكيتس. ليترلي حرفيا يعني. بجد العب والله معايا، تعال بالظبط، نلعب يعني. هي دي النقطه. ايوه فاهم؟ ايوه. وجايه من بيكام عايز يعمل مشروع، والمشروع ده جاي بناء على زي ما حصل مع السعوديه، ان هو احنا عايزين واجهه عشان كاس العالم عشان كاس العالم وكاس العالم للانديه. بس الفرق بقى بين السعوديه ايه؟ ان الجمهور هناك بيحب الكوره. فاهم قصدي؟ وفي مشروع بجد هناك ما والكرة مفيش عندهم هي نمبر 1، هي رقم هناك واحد. هناك بالنسبه لهم لا. هناك في العاب كتيره يعني. انت تعرف ان الملعب سياتل ده هو مش رقم واحد، ما هو مش ملعب كوره. قصدي ال- ملعب ايوه هارد ايوه روك. ده مش ملعب كوره، ده اتقالت ملعب امبارح. امريكان فوتبول، واساسا حواليه تراك فورمولا 1. انت فاهم النقطه؟ فاللي هو هم مش في دماغهم الكوره. حتى الديزاين الملعب اساسا انت تلاقيه من بره شكله مختلف. فاهم أيوة الفكره؟ فهي طب ايه رايك في حفله الافتتاح؟ انا بصراحه لو احنا بنعمل حفلات افتتاح اجمد بكتير. انا امبارح كنت هكتب ستيتس كده، كنت اقول ان لو اوكا ومي كساب طلعوا غنوا كانت هتبقى اكيد احلى من كده بكتير قوي. انا هم ميكس ما يمشيش مع بعضه. هو تحس انا بتكلم إن عليهم ان هم عشان هم ميكس ما يمشيش مع بعضه، كل واحد في حتته حلو وشاطر. ايوه انا فاهم. بس قصدي ان هو لو الميكس ده اتعمل اللي هو ملوش دعوه ببعضه، كانوا هيطلعوا حاجه احسن بكتير قوي من اللي حصل امبارح. انا كنت متخيل بقى ان في درونز بقى وفي جرافيكس وفي مش عارف. ده اكبر دليل مش مهتمين. انت فاهم اللي هو ايه ده؟ احنا هنجيب فرقه تتمرن اسبوع مش عارف ايه. ده قال لك الاهلي ما عرفش يتمرن على الملعب علشان في تجهيزات للحفله وبتاع ومش عارف وهي ما شاء الله الحفله كانت كلها تجهيزات. تجهيزات ايه ده؟ انا قلت انا قاعد انا مستني بقى ان هيبقى فيه بقى والضلمه مش عارف ايه. ببص كده لقيت 58. لا عمرك قلت خلاص ده الماتش عمرك فاضل شفت دقيقتين. افتتاح يأثر على توقيت الماتش؟ على فكره دي المفروض ما بتحصلش. أكيد. الماتش المفروض الساعه 3. انت خدت بالك دخلت اللعيبه اصلا؟ الماتش بدأ 3 و8 دقايق. انت خدت بالك من دخلت اللعيبه اللي هو كل واحد داخل مع نفسه، هو داخلين بطريقتهم. هي ولو عملوها كل ماتش هيضيعوا وقت. ده هيضيعوا وقت بس انا اقول لك على حاجه، هي تقريبا معموله عشان ميسي. ممكن يعني هم جابوا كل لعيب لوحده، ميسي بقى وهو داخل الكاميرا اللي من بس خدت بالك ان اتقالت بالعربي. ما هو ده لازم هم عاملين يعني مثلا الكوريا الجنوبيه لما مثلا فريق سيول مثلا يلعب او كده هتلاقيه بالكوري. فاهم؟ هم عاملين انا في الحته دي محترم جدا الحته دي، ان هم مقدرين جدا ثقافه كل واحد والجمهور كل بلد. فاهم؟ لا معلش، الجمهور برضو ملا الاستاد بتاعنا. لا ما هو انا بقول لك انا بالنسبه لي الجمهور هتلاقيه موجود في كل حاجه. احنا لما رحنا لعبنا في الاولمبياد، احنا كان في ماتش مصر واسبانيا في دور المجموعات. تمام. جمهور المصري قاعد يحفل على المدافع بتاع برشلونه كوبارسي. كان قاعد جنبه، كانوا قاعدين جنبه عشان هو كان بره السكور، كانوا قاعدين يحفلوا عليه. اتعلم من عمك حسام عبد المجيد. ده واحد بيقول له اتعلم من عمك حسام عبد المجيد. انا بحب حسام عبد المجيد قوي مش لدرجه ان كوبارسي اهو ده ناشئ. تخيل بقى، شوف بقى اهو ده ناشئ. طبعا 23 25 سنه داخل في 26. تمام ماشي. لا صدقني، لا قصدي ان هو ناشئ، هو شق طريقه من الناشئين على ان هو ايه. ولا انتوا اشتريتوه ولا لا 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 انت صح انت صح. مش انتوا برضو جايبين؟ احنا عندنا كلام كتير، عندنا كلام كتير. لا احنا قطاع ناشئين دوت لوحده ده كارثه. لا احنا عندنا كلام كتير جدا. احنا ممكن نتفق نقول للناس ان احنا حاجه ثابته، محل اوروبي. انا معاك. طب اديني تقييم اللعيبه. تقييم اللعيبه انا بالنسبه لي الشناوي 9/10. ماشي. الشناوي في الشوط الاول عمل كام غلطه كده، طلع على كام كوره كده. طب اقول لك على حاجه، في كوره ما الناس طالعه بيه السما اللي هي اخر كوره صدها، هو كان طالع غلط اصلا. معلش انا بقول لك، ما انا في كام كوره كده هو كان طالع غلط واتزحلق وربنا بس هو اللي مشاها معانا ان هو خبطت في راسه، هي خبطه في راسه وطلع. هو ما لحقش اصلا يصد. ما دي بركه بقى يعني، فاهم؟ دي دعوات بقى وبتاع مش عارف ايه الكلام ده. كمل انا بالنسبه لي انا بختلف مع الناس في شويه حاجات اصلي. لا انا بالنسبه لي اديله 9 لان هو لا هو انا بالنسبه لي لولا طبعا جولين موجودين على فاهم.
محمد هاني اديله 5. يا راجل انا ما ينفعش ماتش زي ده، اادي لعيب اقل من 5 بصراحه، هيبقى ظلم باين. لا انا محمد هاني بالذات اديله اقل من 5، لا. وحسين الشحات لا، هو هديله اقل من انا 5. حسين الشحات مش هذكره لان هو يعني الله. أنا بالنسبه هو ما جاش يعني تمام. يا جدع الراجل لعب له 10 دقايق ولا 12 لا، أنا دقيقه بالنسبة ولا لي مش عارف لا. كام، واتقطعت 5 مرات. لا هو القرار إيه ده؟ مش هنرجع تاني نقعد نتكلم مش هنخلص. ماشي. ياسر ابراهيم واشرف داري الاثنين 8. لا انا هدي ياسر اعلى، يعني هخلي اشرف داري مثلا 7 وياسر 8. انا اشرف داري انا عايز اقول لك الكره اللي لعبها بالهيد دي هو حاططها حلوه قوي 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 يعني ماشي. فاهم. بالنسبه لي كوكا 8. انا هديله 9. تمام. عمل كام غلطه كده اللي هو ايه، في كام خضة. ميس باص ماشي، ما هو برضه خضة. الخطه غلطه ماشي معاك يعني بس فاهم؟ اتخض زي ما انت قلت في اول الحلقه. أيوة، اللي هو لا ميسي الحقيقي قدامه. ايوه ما بالظبط. خد يا شناوي الكوره. ايوه يعني انت فاهم الفكره. انا بالنسبه لي مروان عطيه 10. انا ما بحبش ادي 10 لان يعني لا هي 10، اصل هي كانت ما فيهاش انا بالنسبه لي 9. انا 10. 9. حمدي فتحي اديله 8. معاك في 8. امام ما لحقش يلعب، ولما لعب كان كويس. يعني لو كان كمل على ده وعلى ياخد فكره 8 مثلا. على فكره الكره اللي ضيعها انا مقتنع تماما ان الكره اللي ضيعها هو غلطه مدرب، ان هو نزله تاني. لا كان المفروض يخرج حتى لو صح. تلعب ناقص، لان انت كده بتاذيه صح. وحطك في موقف ان هو مش قادر يا جماعه. انت عارف ان ممكن افتح معاك في حته كمان دي تبقى غلطته هو ولا غلطه الدكتور؟ حلو السؤال ده. طبعا حلو. بس خلاص ماشي، حلو جدا. نبقى نشوفها بعدين نبقى نشوفها بعدين دي، لانه فعلا انت ما اصلا ده قرار طبي مش قرارك انت بس. انا بالنسبه لي تريزيجيه، مشكله ان تريزيجيه انا هديله 8. لا انا تريزيجيه هو عمل كل حاجه، بس هو اللقطه الاهم اللي كانت هتغير ده كفه حاجات كتير جدا في البطوله. يعني انا بقول لك انا بشوف اهو نسبه تاهل الاهلي بعد ضربه الجزاء دي ما تعديش مثلا 40%. معاك مش هقول لك تمام. لو كانت جت كان الاهلي كسب 2 و3، انا بقول لك الاهلي 70% متاهل. انا لو كان جاب الكوره دي كنت هديله 9. يبقى ما ينفعش. انا هديله 8. لا انا لا انا بالنسبه لي هديله 8 لان هو اللي كان بيخرج الفريق وهو اللي كان عامل مجهود مرعب وكل حاجه، بس غلطه واحده دي بتكلف كل حاجه. ضيعت ممكن ال3 نقط، بس في الاخر كان ممكن ياخدها زيزو ويضيع، كان ممكن ياخدها وسام ويضيع. هقول لك على حاجه، في فرقه بتلعب لو دخل فيها جون تخسر البطوله، ومدافع طول البطوله. طب زي مثال بسيط ياسر ابراهيم في ماتش سان داونز مطلع الكور وبيلعب ماتش حلو، لكن كوره غصب عنه جت في كعبه جون خرجتنا. ايوه ضيع كل حاجه انت فاهم الفكره. هو ملوش دعوه. هو ملوش دعوه. تريزيجيه بقى ليه دعوه معاك. يعني انا يعني وجهه نظري كده، انا مختلف شويه. انا هديله 8، ولو كان جاب الكره دي كان هديله 9. انا بالنسبه لي انا وسام كان موجود على لقطات، في لقطات المفروض كان يبقى ظاهر فيها عن كده. لقطه طبعا ان هو يخرج الكره بالطريقه دي من على خط الجون. انا هديله بسببها 7. هديله 7 مش مختلف. زيزو هديله نفس 7 تقريبا. لا ما شفتش ان زيزو عمل حاجه او كان مؤثر في حاجه غير حاجتين: ضربه الجزاء والكره اللي طلع بيها اللي اتعمل معاه فاول اللي قلنا في الطرد. لا انا شفت ان هو لا، فانا اديله مثلا انا اديله 5 في الوقت اللي نزل كده على مشامه كده، فاهم؟ عارف انت الكلمه ديت اللي هو يقول لك خد على مشامه ديت. مختلف. لا مش مشكله. هو هيئ نفسه متهيئ ان هو هيلعب، بس ما كانش هيلعب كده. هو كان هيلعب مثلا من دقيقه 60، بس كان متهيئ ان هو هيلعب وهينزل، لان هو ما كانش هيقدر يكمل الماتش. هو معروف ان هو مش هيكمل الماتش. بس خلي بالك هي وحشه قوي ان هو دي بدايه وحشه قوي وهتعمل جاب كده. لا ليه بدايه وحشه؟ لا فكره ان انت ينزل ويطلع دي لا دي لو نزل وخرج علشان اداء وحش، بس هو نزل علشان هو خلاص اللعيب اللي هو كان اصلا هيغيره معاه في الشوط الثاني هو خلاص اتصاب، فهو قال لك خلاص هبدرها.
فهو مش متفق قوي. نزله وخرجه علشان مستوى وحش، لا هو نزله علشان هو خلاص نزله استنفذ كل طاقته وخرجه. مش م... ما أنا ما... بس انا لا مش متفق قوي، لان زيزو بالبدني بتاعه اللي متعودين عليه، ما لا هو ده زيزو ما هو يلعب ما 90. فيش بقى المتعودين عليه. لا زيزو كان محافظ على نفسه، كان بيتمرن وكان بيتمرن متمرن برايفت وكان حاجة، وخلي بالك زيزو كان متمرن واخد حاجه وحساسيه الماتش نفسه حاجه تانية. زيزو عندنا معاك في مصر برضه عشان معاك في بلاد المتطوره معاك، واوروبا بس أنا عايز أقول لك على والحته حاجة، دي عايز أقول لك اللعيب بيخرج من الاصابه ينزل يلعب 90 دقيقه ويجيب معاك. اجوان ويعمل بس اللي هو يتشقلب. ما هو هنيجي نتكلم ونقول هو اخر ماتش لعبه تريزيجيه كان امتى؟ اخر ماتش محمد بن رمضان لا لعبه لعب، كان لا امتى؟ لا لسه لعبه كان امتى محمد بن لسه رمضان؟ خارج جسمه ده. لا محمد بن رمضان ما برضه ما خرج، ما كملش ماشي ما تمام، كملش اللي انا 90 دقيقة. بكلمك فيه اللي ماشي، بس هو المده الزمنيه قد إيه؟ اللعيبه اللي ما كانتش رجليها ماشيه في الملعب دايما خرجت في الدقيقه مثلا 60. انا ما مختلف كملوش في 60 دقيقة. انا بقول لك ان زيزو كان يكمل عادي، بس اللقطه بتاعت التبديل دي كانت مشكله يعني. في كام لقطه كده، هي كام حاجه كده في تحط عليها علامه استفهام لا، وتشوف دي اللي مش جاي. منهم. انا بص وتشوف انا مش اللي معاك جاي. في دي. تشوف لا اللي دي جاي. دي مش منهم. هنشوف اللي هيحصل يعني انا اللي معاك جدا ان احنا نقف عند اللقطه بتاعت تريزيجيه، طبعا نقف عندها، لكن حته تبديل اسمه دوت زيزو لا ما اقفش فيها خالص. جاي. لان هو ما دخلش وخرج. يعني مثلا في لعيبه بتنزل وتخرج بعدها 10 دقايق، لا دي مصيبه، ده هنا في عارف مصيبه، الفكره في في ايه كارثه. بقى؟ تعرف الفكره في ايه؟ ان زيزو كان متعود في الزمالك على رتم معين وستايل لعب معين ليه هو. م. مع الاهلي الستايل ده مش هيبقى موجود. محدش عارف لسه، محدش يعرف الاستاذ بتاع الاهلي دلوقتي. ما هو دي خليها على نقطة. الله. ما هي دي نقطه لسه بقى. هنشوف. دي حاجه مختلفه. طب خلينا نكمل. م. وصلنا عند زيزو. م. مين تاني؟ انا حسين الشحات مش هقيمه. طاهر ما طب بن عملش. رمضان لا محمد بن رمضان هم تحس اللعيبه هديله التوانسه، ستة، أنا تحس هديله اللعيبه ستة. التوانسه زي بعض كده، هو مثلا وزينا. ساسي هو زي، بس هم قريبين مننا. الكواليتي بتاعهم جامد. وخلي بالك هم نفسهم عندهم نفس العكيكه بتاعتنا، هم شبهنا هم جدا زينا بالظبط. عكس احنا بقى عكسهم مع بس هم المغاربه. اشطر مننا في حته الاحتراف. مش قوي دلوقتي، ما بقتش قوي، بس بس احنا هم عكسهم. اشطر مننا يعني احنا وممكن وتونس يكون ده عشان اللغه، بس هم اشطر مننا. اشطر مننا. احنا ايه اللي ودانا هنا هو برضه؟ احنا برضو بنروح في حته تانية. احنا ايه اللي ودانا بس هنا؟ يعني انا بالنسبه لي يعني رمضان 7. هتلاقي في توانسه اكتر بيخرجوا عن عندنا. لا ده طبيعي طبيعي احنا كده دايما موجودين. عندنا يا باشا انا ما اقدرش اخرج عشان اللعيب الفلوس. الفلاني دوت علشان عندي كاس حماده هلال هنا هوت لازم اكسب. مش عايزين نتكلم مم. في الكؤوس والبطولات الغير رسميه، وبعد كده تبقى رسميه، وبعد كده الموسم هينتهي وضيع على نفسي فلوس عشان انا عايز اكسب البطوله دي. انا مش هتكلم باشا كتير. احنا اصلا البطوله اللي احنا بنبقى كلنا حلم عليها وبتاع ومش عارف ايه كانت في وقت من الاوقات بمليون دولار. بطوله أنهي؟ افريقيا كانت كانت هو مكسبها كله بمليون دولار. انت عارف سيبك بطولة من الدوري السوبر- المصري اللي احنا بنموت نفسنا عليه عارف ده السوبر وما الافريقي بناخدش حاجه اصلا. عارف السوبر الافريقي جايزته كام؟ لا ما اعرفش. $500,000. مم. السوبر الافريقي اللي فات اللي هو بتاع الزمالك والاهلي، هيئه الترفيه عملت جايزه الله يبارك للبطل $2 مليون. مم. تمام. انت بيحبونا. فاهم بيحبونا. انت فاهم أيوة. الفكره. فلا فبلاش فكره ان انا بلعب كده- عشان الفلوس او بلعب عشان الجايزه. كده هوت الفرق الافريقيه زي ما احنا متفقين بتحاول على قد ما تقدر ان هي تعمل اي حاجه جوه البطوله دي بالذات عشان هتجيب لها فلوس كتيره كويسه جدا، هتجيب لها دعايه احسن بكتير قوي. واوريدي في الفرق اللي اشتغلت على الماركتنج بتاعهم زي الاهلي، معلش انا اسف طبعا، لا هو دي حقيقه. تمام. بس انا مختلف في حته ان احنا بنلعب عشان يجي لنا الدخل، عشان احنا محتاجين الفلوس. لا كده عشان كده انا الفلوس صرفت موجودة. عشان انا صرفت. ما هو انت مش عايزين مش مهم بقى، مش عايزين ندخل في جدليات بتاعه منين وبتاع، سيبنا من دي دلوقتي. بس انا صرفت في الاخر فلوس، فانا عايز انكم يجي لي. انا دلوقتي ضمنت 10.5 مليون، خلاص دول جولي، تمام. فهو عايزين نكمل يا عم، اديني 2 تعادل كمان. عايزين نتعادل واخرج من 2 البطوله. تعادل ده بالنسبه لنا في مصر فعلا رقم بقى كبير قوي، بالذات مع فرق العمله. الموضوع بقى رقم كبير قوي. انا مش مختلف تماما، مش مختلف في حته يعني اقول لك على حاجه، انا اهلاوي اهوت، انا بقول لك انا بتمنى في الظروف اللي الزمالك فيها ديت ان هو كان يصعد كاس العالم، هو الفكره لان الفلوس اللي كانت هتجيله دي من بس الصعود تحل له ازمات عارف كتير. الفلوس اساسا الفكره في حاجه ان هو قيمه الدولار عامله ازاي. يعني فاهم أيوة. يعني انت مثلا بتقول لي مثلا طب بالنسبه انت ايه اللي غلى الاسعار اصلا بعيدا طبعا عن الاهلي واللي عملوا مع يعني بالنسبه لسان داونز مثلا. بس انت مش دلوقتي هتبقى اللعيبه بقت بتهبل شويه، يقول لك يا باشا انا مقيم نفسي بمليون دولار، مش مليون، مش مثلا 50 مليون مصري. انا عايز اقول لك انا مليون دولار. شوف بقى الدولار بكمل دلوقتي. انا بقول لك في مثلا ايهاب امين في الباسكت مع الاهلي
هيجدد عقده مرتبط مكتوب في العقد ان هو مش هياخد الفلوس دولار، بس هو بما يعادل الدولار. ماشي. الدولار عالي بتاع فاهم ما ده تهريج. فاهم. فاحنا دخلنا هندخل ده، احنا بدأنا نخش في الباسكت. لا ما علينا. بس في مين تاني عندنا لعيبه ممكن نقيمها؟ قفشه. مش عايز تقيم قفشه. ما عملش حاجه يعني. انا بالنسبه لي لو شفته عمل حاجه، انا ما عملش حاجه. نزل اول ما نزل عمل كرة بوش رجله الخارجي كانت حلوه بس خلص. بس خلص. انا بجد يعني مش شفتها اكيد أول ما طبعا. نزل. ايوه أول ما بس نزل. هو بس بس يعني اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي قفشه زي حسين الشحات. عايزين بس نوعد الناس على حاجه، ان المره الجايه الماتش الجاي نحاول نبقى بدري عن كده شويه، بحيث ان احنا نقدر ندي تحليل بجد ان شاء الله. ما يبقاش ان احنا قاعدين في القعده اللطيفه اللي احنا اتفقنا ان احنا اول حلقه دي بنشوف الدنيا، هنشوف بقى الجوله كلها بتاع كاس العالم اتلعبت، فاهم قصدي؟ انا ممكن ابيعك على فكره وانزل بحلقه بكره عادي جدا. في ايه؟ في الماتشات اللي هتتلعب النهارده عادي. ده الماتشات اللي هتلعب النهارده، الحديده بتاعتنا والاضاءات بتاعتنا. لا ده انا كده لا، بس احنا لينا قعده بتاعتنا مميزه برضه. ماشي طيب ان شاء الله. يبقى احنا هنوعد الناس بجد المره الجايه معانا بقى التحليل بجد ومحضرين وتمام. ما نستناش بقى الناس اللي هتنزل كده نشوف الفرق عامله ازاي، هتبقى عامله ازاي يا باشا. احنا عايزين نشوف الاهلي نفسه اصلا. ما هو بالظبط يعني. انا بقول لك بقى الجوله الاولى دي هتوضح حاجات كتير بجد، دي حقيقه. وهتشوف البطوله رايحه لفين. هنتكلم عن الكره المحليه في وقت من الاوقات ده كده نخلص كاس العالم وندخل بقى في المدعكه بتاعتنا بقى. خلاص ماشي. لو انتوا ربنا موفقكم وواصلين معانا لغايه هنا، يبقى اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل كل اللي نفسك فيه، واكتب لنا في الكومنتات كده نفسك الحاجه دي تبقى اسمها ايه، والمحلي منه يبقى اسمه ايه. ونكمل ولا لا برضه؟ ما هو هيقول لك لا دلوقتي. بس هيقول لك لا هنكمل. احنا جايين نهرج دلوقتي. لا هنكمل. احنا كده جايين نهرج، وهيتقال لك انت فدتني بايه وزودت ايه عن فلان وفلان احنا لسه في البدايه والاول ماتش وجايين لسه في كتير. ده بقول لك ايه، ده في هنا ان شاء الله شقلبه هتحصل. لا ان شاء الله. لا انا في برامج في كذا برنامج ان شاء الله هينضموا الكرييتورز، وفي اقول ولا بلاش؟ لا انت شغال عليها دي. لا بلاش نستنى على دي. لا بلاش بقى. طيب. عشان انا شغال عليها. طيب ما هتسلمها لي امتى؟ ايوه بلاش عشان انا شغال عليها. هتسلمها لي امتى؟ بلاش. اول ما اخلصها. نورتني في اول حلقه حبيبي من اللي مش عارفينه حبيبي. لا بس انا في حاجه. قول لي. النهارده زملكاويتي اللي انا المتعصبه لقيتها. لا صدقني بامانه. ليه؟ عشان بنتكلم كوره. ماشي. لو هنتكلم كوره، لو هنتكلم محلي. لا لو هنتكلم مشاكل لو هنتكلم مشاكل هتلاقيني بقى، يلا بينا بقى. لكن لو هنتكلم كوره وملعب ومستطيل اخضر، لا هكلمك كوره وهدي الاهلي حقه. لو شايف الغلط هيحصل زي ما قلت لك كده. الله يبارك لك. ده بجد دي حقيقه، عشان الناس حطاني في زون مش حلو. انت لازم تخرج منها. ما انا بخرج منها علشان احنا ما عندناش كوره، احنا عندنا مشاكل. انت فاهم. كان عندي حد معايا هنا برضو وفي بودكاست بتاعي هينزل قريب. كان عندي حد في البودكاست كان بيتكلم معايا بيقول لي كفته انا عايز اشتغل كفته كتير دخان قليل. ده كان الكونسبت العام اللي هو بيتكلم فيه، وللاسف الراجل ده بيتكلم في المحلي. طب هي دخان بس. هي ما فيش كفته. هي دخان يعني بس. هو فحم بس يعني. حاجه ما فيش حاجه على الفحم. هو الفحم بس وحطيت يعني عليه شويه زيت. هو فحم بس يعني. مفيش حاجه خالص. ما علينا عشان بس ايه الناس ما تحسش ان طيب يلا. هنقابل الناس امتى تاني؟ اسبوع. تعالى. لا ما هو هنبقى قبل بقى. الاهلي يلعب الخميس. الخميس. هنقابلهم الجمعه. نحاول كده خميس 7 بالليل نظبطها ان شاء الله. بنتفق على الميعاد معاكم يعني عشان نظبطها عادي. ماشي يلا. حبيبي امين. سلام. شكرا. سلام.